ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دي هتكون تالت سيشن لينا في سلسلة الهاي سكول سكولارشيبس اللي بنعملها مع شباب واخدين منح. النهاردة هيكون معانا مريم عيد. مريم هي طالبة بتعمل كونتنت عن المنح، وبتشرح في التشانل بتاعتها سكولارشيبس كتير. ف يعني عارفين بنفسك يا مريم. أهلًا، أنا سعيدة جدًا إن أنا ليّا الشرف إن أنا أبقى أساعد في الموضوع ده أو إن أنا أعمل session. أنا مريم عيد برضه 16 سَنة من مصر، content creator عندي قناة بقى لها سنتين. زي ما أنت قُلت باتكلم أكتر عن المنح والفرص المتاحة للشباب، لو كانت منحة، فرصة تطوع، لو كان internship تدريب، لو كان عامةً مسابقة أو أي حاجة تانية بالتفصيل بتاعها وإزاي بتقدّمه. غير كده أنا product designer أو user experience designer. بمعنى إن أنا لو باشتغل مع شخص مع شركة مثلًا والشركة دي بتشتغل على منتج، فالمنتج ده أنا بابدأ أبحث عن مين المستهلكين بتوعه، المستهلكين بتوعه دول هم عايزين إيه ومحتاجين إيه، فبالتالي بابدأ إن أنا أجمّع بين الحاجتين دول، وبالتالي بأنتج منتج الناس حابة إنها طول الوقت أو المستهلكين طول الوقت حابين إن هم يستعملوه، ويعني بيدّيهم أفضل يعني تجربة في استخدامه. بس كده، وسعيدة إن أنا أبقى معاكم النهارده. انا اكتر والله. طيب ممكن تعرفينا اكتر ايه هي مدارس UWC ديت اصلا؟ طيب UWC ده اختصار لUnited World Colleges اللي هي مدارس العالم المتحدة، ودي بتبقى عبارة عن 16 مدرسة موجودين حوالين العالم كله، وبيقبلوا طلاب من 140 دولة منهم مصر. وال16 مدرسة دول مش متركزين في قارة واحدة، لأ دول موجودين في أوروبا، موجودين في آسيا، موجودين في أفريقيا وأماكن مختلفة تانية. تمام؟ غير كده أنت لو شخص وقدّمت واتقبلت، هم بيستهدفوا مين اللي المفروض يقدّم، المفروض اللي يقدّم الطلاب اللي موجودين في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، يعني اللي هم خلّصوا أولى ثانوي وداخلين على تانية أو خلّصوا تانية ثانوي وداخلين على تالتة. تمام؟ دول اللي المفروض يقدّموا، دول هم اللي بيستهدفوهم. وأنت لمّا بتتقبل فيها بتروح في إحدى المدارس دي على حسب طبعًا الapplication بعد ما بتتقبل وبعد التصفيات وبعد لمّا بتتكلم معاهم وبيحددوا الحالة المادية وبيحددوا كل حاجة، بيبدأوا يشوفوا أنهي مدرسة أنسب ليك، وبالتالي يعني بتmatch مع المدرسة دي وبتروح هناك. ولمّا بتروح هناك إيه بقى الاستفادة، إيه أنت لمّا بتسافر وبتحضر الدراسة هناك، إيه اللي أنت بتستفيده؟ عندك بتدرس منهج البكالوريا الدولية، والمنهج ده إحنا هنتكلم بالتفصيل عنه يعني في الأسئلة قدّام يعني. طريقة إيه المنهج، طريقة التدريس بتاعته، وطريقة التصحيح فيه أو إزاي إنك تقدر تكون أنهيت وخدت الشهادة بتاعته. لكن الاستفادة عمومًا من المنحة بالأنشطة بتاعتها، بإنك تسافر أصلًا لوحدك كطالب، بالمنهج وكل ده، أول حاجة فيها إن هي بتوفّر فرصة تطوّر شامل للطالب من خلال المنهج. لأن المنهج بيضيف للطالب صفات هيحتاجها جدًا في حياته، ويعني بشكل شخصي في حياته هيحتاجها. تمام؟ زي المهارات الناعمة وغيرها يعني. غير كده بتجهّزه أكاديمي كويس جدًا، فهي يعني بتجهّزه أفضل وبتخلّيه مستعد أكتر للجامعات، حيث إن المنهج بتاعها زي ما قُلت مُعترف في جميع الدول، حتى مُعترف في الدولة بتاعة الطالب ذات نفسه إذا كان مقدّم من مصر أو من أي دولة تانية عربية أو في أفريقيا. تمام؟ فزي ما يعني قُلت هي يعني مُعترف ثانية بيها. بس لو إمم، ينفع أقاطع، يعني هو براحتك. دلوقتي ممكن إن هو يدرس في UDBC ويرجع يخش كلية حكومي عادي في مصر؟ بالضبط، عادي جدًا. ده option عشان في ناس يعني في سؤال هييجي قدّامنا وإحنا بنتكلّم، هل ممكن إن أنا مثلًا أنا خلاص اتقبلت في المنحة وخلّصتها، بس حصل إن أنا ما اتقبلتش في منحة جامعية مثلًا، فما أقدرش إن أنا بعد كده أدخل جامعة برّه مصر وكده، هل ينفع أرجع أدرس في مصر في جامعة حكومية؟ عادي جدًا، هي الشهادة مُعترف بيها عادي جدًا. ف إيه، فهي أنت حتى بقى دلوقتي في مشهد إن أنت بتقدّم على جامعات برّه. تمام؟ هي إضافة حلوة جدًا ليك في الapplication وأنت بتقدّم على جامعة طب برّه، يلا عشان بينا. هي مُعترف بيها، فيعني هتفرق جدًا في الapplication بتاعك وهتزوّد من نسبة إنك تتقبل في الفرصة اللي أنت يعني كلم مستهدفها. غيري شغال. بس، فده بالنسبة لفكرة عامة للمنحة يعني. اوكي تمام كويس جدا. طيب ايه هي الeligibility للطلبة علشان تتقبل في المنحة؟ يعني ايه الحاجة اللي بتدور عليها UDBC في الطلبة علشان يتقبلوا في المنحة بالظبط؟ ماشي، كبداية هو التقديم أصلًا بيبقى ماشي إزاي؟ بيبقى في الأول قبل ما تبدأ تقدّم، قبل ما تدخل على الأسئلة الجَد، قبل أي حاجة أنت بتملي form كده. التقديم في مصر مم. في الأغلب يعني أو متوقع إن هو يبدأ يفتح في ديسمبر، السنة اللي فاتت فتح في ديسمبر برضه.
بتبدأ في الأول بتملي eligibility form، تمام، بتبدأ بتجاوب على شوية أسئلة ويقولوا لك أيوه أنت ممكن تكمل أو ممكن ما تكملش. طيب على أساس إيه بيقولوا لك أنت ممكن تكمل وبيفتحوا لك باقي الأسئلة؟ هم 4 شروط، والشروط دي يعني سهلة جدًا، ويعني إن شاء الله تكون متوفرة فيك، وأول ما تكون متوفرة معاك أو يعني أنت تمام معاها ابدأ قدّم، وهندخل في تفاصيل بقى الأسئلة المقالي وهكذا. أول حاجة إن أنت لازمًا تكون مولود بين التاريخين اللي أنا هاقولهم دلوقتي، وده بالنسبة للتقديم بتاع 2025، تمام. تكون مولود بين 31 ديسمبر 2008 لحد 31 مايو 2006، تمام، أو يعني تمام. كده ماشي. اوكي. تاني حاجة إن أنت تكون في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، يعني أنت لو أنت في تالتة مش هينفع إنك تقدّم، لو أنت في أولى هتروح تكمّل تانية ثانوي وتالتة ثانوي هناك، لو أنت في تانية هتروح تعيد تانية هناك وتكمّل تالتة ثانوي هناك. في سؤال عايز تسأله والّا أكمّل؟ لا لا، انا معاكي معاكي. ماشي. تالت حاجة لازمًا يكون معاك شهادة نجاح في تالتة إعدادي، تمام، يعني يكون معاك شهادة نجاح في تالتة إعدادي أو ما يساويها، بمعنى عشان في كذا سؤال جه في الجزئية دي، طب لو أنا مثلًا ثانوي أزهري، لو أنا ثانوي تجاري، لو أنا ثانوي فني، لو أنا ثانوي عادي، وهكذا. ممكن عادي جدًا تقدّم مهما كان الثانوي اللي أنت فيه، لو أنت كنت في أمريكان، لو كنت في IG، لو أنت كنت أي نوع من أنواع الثانوية العامة ممكن تحضر تقدّم بيها على المنحة. الفكرة بس إن يكون معاك شهادة إنك نجحت في تالتة إعدادي، ومش لازمًا مجموع معيّن تكون نجحت بيه في تالتة إعدادي، الفكرة بس تكون نجحت في تالتة إعدادي، تمام. وبالنسبة تمام. لشرط اللغة، أنت مش مطالب منك إن أنت يكون معاك أي إثبات إن أنت شاطر في الEnglish، مش محتاج إن يكون معاك امتحان أنا واخد الscore الفلاني أو حاجة، بس الفكرة ليك أنت وأنت بتقدّم، أنت التقديم بتاعك هيبقى بالEnglish، لمّا تسافر هناك تعاملك هيبقى بالEnglish، المنهج كلّه بالEnglish، فأنت كطالب أنت هتحتاج اللغة يعني، بس هو وكده مش كده مطلوب أبدًا شرط. أيوه مش كده مطلوب كده شرط في لغة يعني. انترفيو، كده كده في انترفيو اصلا بيحصل بالانجلش بالضبط، ايوه، بالضبط، بثبت فهُم هيعرفوا يعني. الفلوينسي بتاعتي. ايوه. أيوه. بس. بالنسبة بقى أنت وأنت بتقدّم، إحنا كده خلّصنا الجزء بقى إيه، أنت إيه الحاجات اللي المفروض تبقى تمام معاك عشان تبدأ تفكّر إنّك تقدّم أو تهتم أصلًا بالمنحة دي، ماشي؟ اوكي. فأنا تاني هارجع أتكلّم على التقديم، إحنا خلّصنا الجزء اللي هو الeligibility form، تمام؟ بعد ما بتخلّص الeligibility form تبدأ إنّك تملي بقى تفاصيل أكتر عن المكان اللي أنت ساكن فيه، تفاصيل الcontact، يعني أنت إزاي يقدروا إنّهم يتواصلوا معاك ويتواصلوا مع ولي الأمر وهكذا. طبعًا بقى بعد كده بيبدأ ييجي بقى جزء الأسئلة المقالي. الأسئلة المقالي دي ممكن تكون أهم جزء في أي application عامةً، في أي منحة، لو حد جرّب يقدّم على أي منحة قبل كده دي أكتر جزء مهم في أي حاجة. ليه بقى؟ عشان من خلالها بطريقة إجابتك، صياغتك للكلام، الكلام اللي أنت بتذكره أو النُقط المهمة اللي أنت بتوضّحها في الكلام اللي أنت هتقوله، دي بتفرق جدًا، تعكس أكتر عن شخصيتك. وكل منحة بتبقى بتبحث عن حاجة معيّنة، فهُم بيشوفوا الطالب اللي قادر يوضّح إن الحاجة دي عنده في الإجابات بتاعته. فهُم بوضوح جدًا كانوا قايلين الصفات اللي هُم بيبحثوا عنها في المنصة بتاعتهم، تمام. فهُم تقريبًا 5 حاجات المفروض إنك تثبتهم في المقالات، في الإجابات بتاعتك على الأسئلة المقالي، تمام. أول حاجة وهي إن أنت عندك فضول أكاديمي. تاني حاجة إن يكون عندك إن أنت تكون ملتزم باستمرار، الالتزام المستمر. تالت حاجة الرغبة والقدرة إن أنت تحصل على أيًا كان الهدف بتاعك، تمام. بعد كده الأخلاق، وبعد كده الحماس، تمام. يعني hint سريع كده، زي ممكن إن حد أصلًا يعرّف اللي قدّامه إن هو عنده الصفات دي، لو أنا باكلم حد أول مرّة أعرفه في حياتي، فأنا عايزة أعرّفه إن أنا عندي فضول أكاديمي، هاذكر كل الفُرَص اللي أنا اتخذتها أو استغلّيتها في إنّي أحصل على تعليم. ده أنا كان في course بالمجال اللي أنا مهتم فيه فقدّمت عليه وحضرته، ده أنا كان في منحة بالحاجة كذا اللي أنا مهتمة بيها قدّمت عليها وحضرتها، ويعني قدرت إن أنا أتفوّق فيها، وبالعكس كان في حاجات optional ممكن إن أنا ما أعملهاش، عملتها عشان أنا متحمّس إن أنا أجرّبها وبنَفْسي وكده. طيب بالنسبة للالتزام المستمر وكده، برضه أحكي، ده كان في حاجة كنت باحضرها مثلًا مُدّتها كذا، وكان صعب جدًا إن أنا أحضرها، بس قدرت الحمد لله، حتى لو في شوية حاجات فوّتّها قدرت إن أنا أعوّض الموضوع بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. آمم هي الفكرة من اللي أنا باقوله إن كل واحد عمل حاجات كتير جدًا، جدًا، يعني ممكن يكون عمل حاجات يعني في مجالات كتير أوي وكده، بس الفكرة إن أنت في الإجابة اللي أنت بتقولها، في الأول ابدأ قُل النُقط اللي أنت عايز تذكرها، بس شوف النُقط اللي بتوضّح الصفة المعيّنة دي، فابدأ يعني اعملها highlight أو وضّحها أكتر، أنت هتقول كل حاجة، بس الحاجة دي وضّحها أكتر زيادة عن الباقي، تمام. يعني انا فمثلًا أنا بحاول. عايزة برضه إمم. اوكي اوكي، كملي.
سوري على المقاطعة. عادي اتفضل، عادي قول. يعني أنا باحاول إن أنا أثبت نفسي للscholarship اللي أنا باقدّم عليها إن أنا حد يعني مناسب للحاجة اللي أنتم عايزينها، عن طريق الحاجة اللي أنا كنت عملتها يعني. بالضبط، كأنه أنا أصلًا ما فهمتِ؟ ينفعش أروح أقول لهم على فكرة الله أنا ينور. على فكرة عندي مهارات الleadership. طيب فين الإثبات؟ ده أنا اللي يُفضّل بقى تقول ده أنا كنت leader في الحاجة الفلانية، ده أنا فعلًا قدرت إن أنا أجمّع الteam وأعمل interview وأجمّعهم وأخلّيهم committed، ويعني رغم اختلاف الtime zones وكل ده واختلاف التوقيت وكل ده، قدرت إن أنا أخلّيهم كلّهم نضبّط الوقت ونطلّع الحاجة بأحسن quality والكلام ده. فمع كل صفة أنت عايز تقولها خلّي في دليل معاها، دي الفكرة يعني. هو في التقديم أنا مش هاقدر يعني في الsession دي أروح بالتفصيل على أسئلة التقديم وعلى خطوات التقديم، لكن هيبقى موجود لو أنتم بتتفرجوا على الفيديو يعني على يوتيوب، هيبقى موجود في الوصف فيديو بالتفصيل التقديم سؤال بسؤال، وكل سؤال من ورا السؤال يعني هم عايزين يعرفوا إيه منّك، وأمثلة أنت ممكن تجاوب إزاي، تمام؟ فأنتم ممكن لو أنتم مهتمين تبقوا تشوفوا الفيديو يعني، أو أيوه حاجة كمان. الsession دي تكون قُل لي. زي يعني brief بسيط عن عن المنحة بشكل عام والحاجات إمم. الmain اللي أنت ممكن لو حابب تعرفها قبل ما تبدأ في الapplication process بتاعتك. بالضبط. فحاجة بقى في الحتّة دي يعني أنا عايزة أقول بس نصايح بيني يعني بينكم للتقديم، وهاقولها عشان ننهي موضوع التقديم ده. أنا قُلت حاليًا الصفات، وقُلت مثال على كام صفة إزاي ممكن إن أنا أثبتهم، وطبعًا متاح ليكم ChatGPT 3.5 متاح ليكم ببلاش على جوجل، يعني استعينوا بيه تحفة، بس مش قصدي استعينوا بيه إن أنتم تقولوا له الحاجة وهو يقول لكم الإجابة، أو تقولوا له أنتم الإجابة وهو يعيد صياغتها، قصدي بس يعني فكّروا معاه. أنا يا ChatGPT لو عايزة أقول كذا أو أبيّن الصفة الفلانية وأنا عملت كذا وكذا وكذا، أقول إيه أو أركّز على إيه وأنا باتكلّم، هيفيدكم جدًا في عملية الbrainstorming أو إنكم تفكّروا مع بعض يعني. فبالنسبة لنصائح التقديم، إحنا دلوقتي في شهر 6 تمام، 10 أيام ونبقى في شهر 7، بس الفكرة إن في وقت طويل جدًا بين دلوقتي وبين وقت ما التقديم هيفتح ماشي، اللي هو في شهر ديسمبر. فأنت عشان تستغل الوقت ده أفضل استغلال، متاح ليك إن أنت تبحث عن الأسئلة اللي أنت هتجاوب عليها وأنت بتقدّم، تمام؟ جيب كل الأسئلة دي حُطّها مثلًا على Google document أو في الnote عندك أو في أي حاجة، وابدأ اكتب draft للإجابة، مثلًا اكتب دلوقتي في السؤال الفلاني أنا عايزة أذكر النقط الفلانية، ابدأ صيغ الإجابة بكذا شكل، لحد ما في الآخر تلاقي الإجابة يعني أكتر إجابة أنت حاسس إنها فعلًا بتعكس كل حاجة وشايف إنها مناسبة، وتستشير مثلًا صحابك فيها، أنت صحابك أنت واثق فيهم وكده فيها، ويقولوا لك تمام أنت فعلًا وضّحت النقط الفلانية اللي أنت المفروض كنت توضّحها. فمن دلوقتي ابدأ جهّز الإجابات بتاعتك، مش وقتها أول ما تفتح تجاوب، دي حاجة. تاني حاجة كمان، أنت المفروض يعني حاجة هتفيدك، يعني نتيجة إن أنت خدت السؤال وشُفت الإجابة بتاعتي ممكن تبقى عاملة إزاي وحطيت النُقط، هل اللي أنت هتقوله ده كافي؟ عشان أنا ممكن أنا حضرت فرص كتير جدًا، بس أنا ممكن أحضر فرص كمان أقول أبقى أتكلم عليها تفيدني جدًا أو تزوّد من فرص قبولي. فبالتالي أنت عندك الكام شهر اللي بين دلوقتي وبين وقت ما التقديم يفتح، إنك تبحث عن فرص تطوع أو فرص تدريب أو فرص مسابقات أو فرص كورسات أحاول تحضرها، أنمّي نفسي تقدر في إنك بعد الskill كده تتكلم عليها. اللي المدرسة عايزاها، إن أنا أنمّي الskill ديّة بالضبط عندي كده. أكتر. بالضبط، تمام. يعني مثلًا أنا ممكن شخص باقدّم مش عارف أي حاجة أصلًا، أو ما شاركتش في حاجة قبل كده، طب المدرسة عايزة كذا، طب أنا ممكن أبدأ فعلًا أجرّب أعمل حاجة تثبت كده، فأنت عندك وقت إنك تجرّب، يعني يبقى عندك فرصة إنك تتقبل، تمام. غير كده طبعًا دي جزء مهم جدًا المفروض تذكره قبل الحتّة دي، إنك شوف الورق المطلوب وابدأ جهّزه من دلوقتي، يعني هيبقى مطلوب مثلًا منّك مثلًا يعني أنا لا أتذكّر المستندات المطلوبة بالضبط يعني، بيبقى في الأغلب لكن بيان مثلًا هيبقى درجات وبيان قيد، كان بيبقى مطلوب بالضبط كده. مثلًا درجات تالتة إعدادي برضه عشان تثبت إنك ناجح تقريبًا، كده يعني. أيوه، بالضبط. فأنت كل ده كُن مجهّزه معاك في file، مجهّزه صورة PDFات أو أي حاجة، وعلى طول ابقى ارفعه. في الفيديو برضه اللي هيبقى موجود في الوصف لو أنتم هتبصوا عليه بصّة، كل المستندات هابقى يعني متكلّمة عنها، وإزاي منين تجيبوها كمان يعني. وبرضه اتكلّمنا عن موضوع هل المستندات دي محتاجة إنها تتّرجم والّا لأ، ولو هتترجموها هتبقى متّرجمة إزاي يعني، تمام؟ أيوه بنmarket طيب برضه آآ للchannel بتاعتنا يعني في النُص. أيوه. فإيه تاني، أنا كده اتكلمت إن أنتم جهّزوا الأسئلة، جهّزوا الورق، وجهّزوا لو في أي فرصة تقدروا إنكم تبدأوا تستغلوها وكده. حاجة كمان يعني أنت ممكن تكون الدنيا معاك تمام، بس أنت بتجاوب حاجة غلط للسؤال يعني السؤال طالب حاجة بس أنت بتجاوب حاجة تانية، أو أنت مثلًا بتجاوب حاجة بس أنت مش فاهم أوي أنت
يعني بُص، المنحة برضه محتاجة إن الشخص يبقى فاهم هو بيقدّم على إيه، أو هو عايز إيه أصلًا من المنحة، أو هو إن هو إثبات إن هو فاهم فعلًا في المنحة. فأنت محتاج يعني حلو جدًا إنك بتحضر الsession دي دلوقتي، ده خطوة رائعة تمام. ابحث أكتر كمان أنت لوحدك على المنحة. برضه في الوصفة يعني هابعت لمصطفى كذا لينكات على كذا شخص كمان اتكلم عن المنحة دي، وكذا مصادر كمان اتكلمت عن المنحة دي، وملفات المنحة ذات نفسها كمان بعتتها، تقدر من خلالها تعرف أكتر عن المنحة وتتعمق فيها. فبالتالي أنا فاهم المنحة كويس، أنا فاهم هم بيدوروا على إيه، أنا شُفت ناس اتقبلت، أنا شُفت ناس اتخرجت، أنا فاهم كل حاجة يعني. بُص أنا شغوف لدرجة إن أنت المفروض تقبلني. بس، فدي برضه نصيحة، آخر نصيحة يعني في الجزء التقديم يعني. بس كده، أوكي، ده في جزء تمام، التقديم. تمام، حلو جدًا. طيب دلوقتي خلّينا بس نتكلم أكتر عن الfinancial aid بما إن الأوضاع الاقتصادية ضايعة خالص في البلد كلّها بحالها. إمم. الfinancial aid بيكون ماشي إزاي؟ يعني بيبقى فيه fully funded طب ولو ما فيش بيتكفّلوا بمصاريف قد إيه؟ طب لو في pocket money أنا الpocket money دوّة بيبقى عليّا والّا عليهم؟ كده يعني. طيب، دلوقتي إحنا لو مثلًا هنقول مثلًا إن السنة اللي فاتت قدّم 600 طالب في مصر تمام، في 6 فقط اللي بيتقبلوا. ومن ال6 دول في 3 فقط هياخدوا منحة ممولة بالكامل. منحة ممولة بالكامل، الممولة بالكامل دي هتغطي تكاليف الدراسة، تكاليف السكن، تكاليف الأكل، هيبقى في مرتب شهري، وهيبقى في برضه تكاليف المواصلات وهكذا داخل الدولة. المرتب الشهري ده برضه هيتحدد نتيجة يعني لبحث المنحة ذات نفسها عن الحالة المادية بتاعة العائلة بتاعة الشخص دي. فالمرتب بيختلف من طالب لطالب. وطبعًا خلال المنحة أنت ممكن يبقى عندك part time job عادي جدًا وتشتغل ما فيش مشكلة، فأنت ممكن يبقى عندك دخل من هناك غير المرتب أصلًا اللي هم هيوفّروه. طيب بالنسبة لل3 التانيين اللي مش هياخدوا منحة ممولة بالكامل هيعملوا إيه؟ أنا هابقى حاطة هابعت ليك يا مصطفى link drive. الlink ده متاح فيه يعني حطيت فيه كذا حاجة. عايزة أذكر تاني. المنحة كانت حاطة بقى ورافعة PDF فيه بالتفصيل إزاي تقدّم تمام. فأنا هابقى حاطة الPDF ده ممكن إنكم تقرأوه قبل ما تقدّموا. وكمان هاحط صورة للمدارس وكل مدرسة بتقدّم نسبة للfinancial aid قد إيه. أصغر نسبة financial aid 30%، أعلى نسبة financial aid 75%. وفي مدارس هي ما حددتش النسبة المئوية، بيكون على حسب الحالة المادية، فممكن تبقى أعلى من الرقم اللي أنا قُلته أو أقل من الرقم اللي أنا قُلته. وفي بعض المدارس مش بتقدّم أصلًا financial aid، فأنت برضه المفروض لو حد بيقدّم يبقى حاطط في باله كل أنهي مدرسة بتقدّم أنهي دعم، فبالتالي بتختارها في الرغبات بتاعتك وأنت بتقدّم. بالنسبة تاني للfinancial aid، في أسئلة الfinancial aid وكده بقى، أنت أصلًا يعني بعد ما أنت بتتقبل بيتم تحديد موضوع الfinancial aid بعد ما بتتقبل تمام. وبالنسبة لمصروفات المدارس وكل ده، كل مدرسة المصروفات بتاعتها بتختلف على حسب الدولة اللي هي بتبقى فيها، والمصاريف بتاعتها بتكون بالعملة اللي الدولة دي موجودة فيها تمام. نتخيل سيناريو أنا اتقبلت تمام، وكنت من ال6 المقبولين ولسه ما حددوش أنهي 3 هياخدوا full financial aid. المنحة ليها لجنة موجودة في مصر. اللجنة دي بنبدأ إن إحنا نتواصل معاها، بيبدأوا يعرفوا أكتر، بيطلبوا منا ورق وكده من خلاله يقدروا يتأكدوا فعلًا من الحالة المادية بتاعتنا. فبالتالي يقدروا إن هم إيه، يعني يحددوا range الfinancial aid اللي إحنا هناخده، وأنهي من ال6 دول أحق إن هو ياخد full financial aid. بس زي ما قُلت النسب بتاعة كل هابقى موفّرة الصورة اللي فيها كل النسب بتاع الfinancial aid. طيب في جزء بتاع الأسئلة أصلًا بتاع الfinancial aid وأنتم بتقدّموا يعني، أنت تذكر إيه أصلًا الfinancial aid عشان تاخد الfinancial aid أساسًا. أنت دلوقتي يعني أنا لحظة هاقول لكم بالضبط. أيوه. أنا دلوقتي في كذا حاجة قدّمت على financial aid، تقريبًا أنا ما حضرتش أي حاجة دفعت فيها فلوس، دايمًا باخد financial aid تمام. إذا كان جزئي أو كامل تمام. فإيه الحاجات اللي أنا باذكرها مثلًا في التقديم؟ وطبعًا زي ما قُلت ChatGPT متاح إنكم تجيبوا منه أفكار، لكن دي الحاجات اللي فعلًا بتفرق، ودي الحاجات لو أنا هاقدّم لشخص financial aid دي الحاجات اللي أنا هابُص عليها. أول حاجة اتكلم على التعويم اللي بيحصل في بلدك. قُل دلوقتي إن الدولار الواحد بيساوي الرقم الفلاني بالعملة اللي موجودة في بلدي تمام. غير كده ابدأ اتكلم على مثلًا عدد أفراد الأسرة اللي أنت موجود فيها. إحنا مثلًا أسرة مكوّنة من 7، في شخص واحد مثلًا بيشتغل ومسؤول عنّا كلّنا مثلًا، والشخص ده مثلًا في السنة بيقبض كذا تمام. وكذا ده لو إحنا حوّلناه بالدولار هيبقى كذا.
فالكذا ده بقى اللي هو بالدولار ده صغير، يعني حجمه صغير على حجم المبلغ اللي انتوا طالبينه عشان احضر المنحه، تمام. فدي تمام. من الحاجات اللي المفروض انك تذكرها يعني وانت بتقدم على فاينانشال ايد يعني. بس هو أذكر برضو مثلا لو كان في حد في العيلة بتاعتي عنده مرض مزمن بيدفع لي فلوس، أو مثلا مصاريف مثلا السكن، مصاريف الدراسة، بيبقى تذكر كل مصاريف يعني من أصغر الحاجات، بحيث إن تشوف إن فعلا المرتب الكبير بتاع الأهل دوت هو بيتوزع على كل حاجة أساسية في الحياة حرفيا، فمش فاضل منه غير مثلا كمية بسيطة، أو مش بيفضل منه خالص علشان أقدر أدفع للسكولرشيب. بالظبط، يعني انا كنت بقدم بذكر والله ده انا عندي كمان جدتي، ده انا عندي اخواتي، يعني انا اكبر واحده في كذا صغيرين، وهكذا كل ده بيفرق جدا. حلو النقطه دي. بس ده بالنسبه يعني للفاينانشال ايد. اوكي، جميل جدا. طيب، هل بيفرق النظام التعليمي اللي انا كنت فيه هنا، يعني من حيث ان انا اعرف اتاقلم مع النظام هناك وكده؟ يعني مثلا انت قلت ان النظام هناك بيكون اي جي ليفلز تقريبا. اللي هو البكالوريا الدوليه. اه. ايوه ايوه آه، ايوه, أيوة. فدلوقتي مثلا انا كواحد كنت بدرس ثانوي عام في مصر، او مثلا لو انا كنت حد بدرس في ستيم، او مثلا كنت بدرس في حاجه زي وي او طبعا او حاجه زي كده يعني. ان انا اتنقل من نظام هنا، مثلا انا بدرس بالعربي او حاجه، ان انا اتنقل في نظام في دوله تانية، مثلا اللي هو البكالوريا الدوليه، فهيكون في صعوبه ان انا اتاقلم وكده. هو لما انا بحثت عن الموضوع ده شفت يعني بيكون ناس رايحه من منهج مقارب قوي للمنهج اللي هم رايحينه ده، هم برضو عانوا من موضوع التأقلم، لكن أول أسبوع بيبان كل حاجة غريبة، بيبان كل الدنيا مش مترتبة أبدا. النظام أصلا التدريس مختلف، النظام ذات نفسه، أسلوب الشرح أو أسلوب التدريس، المنهج ذات نفسه أو ممكن يكون بعض المصطلحات هي لكن بتبقى دسمة أكتر. غير كده كمان يعني طريقة الجريدنج أو التصحيح أو إزاي تقدر إنك تعرف أنا خلاص أنا مستعد إن أنا آخد الشهادة يعني. لكن الحمد لله المدارس دي كلها موفرة ليك إن مساعدة، غير كده أنت مش لوحدك. شوف كم حد كمان اتقبل معاك، بيبقى في كوميونيتيز كاملة جدا للناس اللي اتقبلت في المنح دي، وفي كوميونيتيز للطلاب بتساعد الطلاب غيرهم هناك تبع المنحة. غير كده أنت عامةً أنت لو أنت هتدخل أي حاجة جديدة، أنت غصب عنك هتقدر تتأقلم. بعد كده المنحة على فكرة هي مش هتقبل حد مش ما عندوش قابلية إنه يتأقلم، فدي حاجة برضه يعني حبيت أوضّحها، أنت لازمًا تبيّن ده كمان في الapplication عندك. بس أنا شايفة لو أنت شخص متحمّس للموضوع وإن أنت يعني أنت فاهم الدنيا أصلًا، فأنت متوقّع الدنيا هتبقى عاملة إزاي. بس إنّك تبقى متوقّع أو عارف إيه اللي هيحصل، مش هيبقى في خوف إن أنا ما أتأقلمش. هل هتعرف تتأقلم؟ هتعرف تتأقلم. يعني الناس اللي كانوا مثلًا في إعدادي بعد كده دخلوا STEM راحوا مدارس داخلية، ماشي، أنت نفس أنت هناك برضه هتبقى زي في سَكَن وكده. فهيبقى في ناس معاك. هناك في أصلًا موفّرين فرص يعني تسهيل موضوع التأقلم ده معاك، زي ما قُلت في communities للموضوع ده هيساعدوك. ويعني يعني أرجّح أو يعني أقترح على الناس برضه اللي هي شايفة إن دي ممكن تكون مشكلة معاهم، يشوفوا أكتر الناس اللي اتخرّجت من المنحة، أو الناس اللي حاليًا جوّه المنحة الدنيا عاملة إزاي. عارف بيبقى في فيديوهات نازلة كده a day in the a day in the life of a UWC student وكده، شوف الدنيا ماشية إزاي، بيقلل أوي رهبة طب لو أنا ما عرفتش أتأقلم، فده يفرق جدًا يعني مع الناس الفكرة في بالهم يعني. اوكي، تمام. طيب، ايه يعني دلوقتي كأي سكولرشيب في الدنيا او اي حاجة عامة في الدنيا، هي ما بتبقاش كلها كونز بس، او مش كلها حاجات جامدة وواو لما تقبل هبقى في اليو اس ادميشن وخلاص. يعني اكيد في عيوب ما بتواجه المكان ده، اصلا مش الجنة اللي على الارض يعني. فدلوقتي إيه العيوب او المميزات، يعني مش هنرمي المميزات برضو، ايه العيوب والمميزات المحورية اللي انت شايفاها في منهج يو دبليو سي؟ أوكي. UWC هو فيها كذا حاجة، في منها طبعًا هي ممكن تكون العيوب كلّها في نظر الأهل، يعني أنا بالنسبة لنا كطلاب يعني ياه! في فرصة سفر وأدرس منهج جامد جدًا ويزوّد من فرصة قبولي في جامعات تانية حلوة. بس بالنسبة للأهل لأ، يعني في فكرة بيفكّروا في الأمان لأولادهم لو هيروحوا الدولة
الفلانية. في كمان مثلًا إنه ده نظام مختلف، إيه اللي هيحصل لو أنا ابني ما قدرش إن هو يكمّل في الحاجة دي. طبعًا الكلام ده كلّه أنت محتاج تقرأ الprivacy policy sorry الpolicies بتاعة المنحة ذات نفسها في موضوع إنه هل ينفع أمشي من المدرسة والّا لأ، بس أعتقد عادي يعني. في إيه تاني؟ الفكرة برضه على عقلية الطالب اللي بيقدّم، ممكن الطالب ده مش يعني أعتقد أكبر يعني أو أكبر challenge هتقابل الشخص اللي هيتقبل إن هو هيروح مكان مختلف. يعني بالنسبة لي أنا باشوف ناس اتقبلت وهتروح الصين، إزاي هيتأقلموا؟ مثلًا في الصين مثلًا هناك لو في طلاب كمان من الصين مش اللغة بتاعتهم مش قوية جدًا في الEnglish، فأنت هتحتاج إن أنت تدرس مثلًا اللغة بتاعتهم غصب عنك، أيًا كان المكان اللي أنت هتروحه، هتعيش فيه سنتين هتحتاج إنك تتعلم اللغة بتاعته، حتى لو ما كانتش الصين يعني، حتى الأساسيات إن تتواصل مع الناس خارج نطاق التدريس، أنت حياتك هناك لو هتاخد بقى هيبقى عندك أصحاب هناك، لو هتتعامل مع ناس في حياتك اليومية غير الدراسة، فدي نقطة من النقط تمام. مهم. كمان هي مدرسة مدرسة يعني international مش ثقافة واحدة، فأنت لازمًا كمان يبقى عندك مهارة الcross cultural communication ما ينفعش تبقى شخص مثلًا أنا مش هاقول لك يعني في فرق بين إن شخص منغلق على أفكاره أو شخص عنده أفكار تمام، أنا عندي أفكاري ومتأكدة منها صحيح تمام، الدنيا حلوة عادي جدًا، ومستعدة إن أنا أتناقش فيها مع غيري تمام، لكن لو أنا منغلق على أفكاري إن أنا أفكاري بس صح، أنت لو جيت قُلت لي فكرة تانية عكس فكرتي، أنا ممكن أتخانق معاك، لكن لو أنا عندي فكرة، أنت قُلت لي فكرة غير فكرتي، بس أنا هاقول لك فكرتي كمان، تمام؟ فأنت محتاج يبقى عندك حاجة زي كده، وفي programs كتير جدًا وفُرَص كتير أوي بتساعدك على الموضوع ده، وبتبقى يعني بتدّيك زي شهادة إنك أنت بتعرف تعمل الموضوع ده، فدي حاجة حلوة ممكن نتكلم عليها بعدين يعني. فأنت محتاج يبقى عندك المهارة دي، إن أنت تتكلم مع ناس تانية من ثقافات تانية، وتبقى متحمّس إنك تعرف عن الثقافات التانية، ومتحمّس إنك تشارك الثقافة بتاعتك واعتقاداتك، تمام؟ حاجة تمام. تانية برضه ناس بتفكّر فيها، طيب أنا كمثلًا شخص مسلم هاسافر بلد تانية، بالنسبة الأهل دلوقتي، إزاي أتأكد إن ابني هيلتزم مثلًا، وممكن يبقى قدّامه فِتَن كتير؟ زي ما قُلت المدرسة international فهيبقى في احترام يعني في المدارس دي المفروض بيبقى في احترام كبير جدًا للديانات، وإنه أنا مش هاعترض يعني مش هيبقى في أي اعتراضات إن أمنعك إنك تأدّي أي حاجة المفروض تأدّيها في د يعني حاجة مطلوبة منك في دينك تمام، فدي أيوه، برضه الأكل حاجة تمام، المخصص ليهم بيكون مثلًا أكل بعيد عن بالضبط. الpork، بعيد عن الكحول كده، بحيث إن يعني أنت مسلم فما ينفعش تاكل الحاجات دي، فما ينفعش أحطها لك أنا في أكلك. بالضبط، فكل ده بيتم احترامه، لكن برضه بيكون في قلق، يعني بيبقى في حاجات من الشخص ذات نفسه ممكن ده أنا نفسي أجرّب، فده بيكون تحديات نفسية أكتر من إنها تحديات من المكان ذات نفسه، لكن المكان فيه بس فكّر أنا مش هاكون لوحدي، في ناس معايا، في ناس هتشجّعني وبإذن الله الناس دي تشجّعني على الشيء الصح يعني، فدي ممكن تكون من العيوب يعني أنا يعني طبعًا ممكن يكون في عيوب أكتر من كده بكتير جدًا تمام، لكن في نظري يعني لو أنا يعني كنت اتقبلت وكده، دي ممكن تبقى أكتر حاجة يعني في بالي يعني. أوكي. تمام. طيب، إيه هي الchallenges المعيّنة اللي ممكن إنها تقابل حد وهو في الapplication process بتاعته؟ أوكي، يعني إحنا مش هنتكلم عن الapplication process كذات نفسه، بس إمم. أكتر الchallenges اللي ممكن إنها تقابل حد يعني، بحيث إن الشخص طيب يتجنبها. براحتك. في حاجة زي ما قُلت أنت لو ضغطت نَفْسك إنّك أول ما المنحة تفتح أجيب المستندات دي هتبقى مشكلة. حاجة تانية، أنا ممكن عادي جدًا أبقى الدنيا تمام معايا، أنا شاطر جدًا وقدّمت على مِنَح كتير جدًا وهاقدر إن أنا أكتب الإجابات تحفة، بس الفكرة لو أنت أخدت وقت لإن يعني لو أنت كنت منتظر إن المنحة تفتح قدّمت أول ما تفتح وكده، هتلاقي إن هو ممكن يبقى في ضغط كبير أوي على الموقع تمام، لو أنت كنت استنيت على قبل الdeadline مثلًا بيوم أو يومين، ممكن الموقع يبقى واقع بسبب إن ناس كتير أوي بتقدّم في الوقت ده، فأنت مش هتلحق إنك تsubmit الإجابة الapplication بتاعتك أصلًا، أنت محتاج تبقى حاطط في بالك أنا محتاج أبقى مدّي لنفسي وقت تمام، لأي حاجة ممكن تحصل أنا محتاج إن أنا أبقى مدّي نفسي وقت للتعامل مع المشكلة اللي ممكن تقابلني. حاجة تانية في التقديم، أنا كل اللي كنا اتكلمنا عليه لحد دلوقتي، اتكلمنا على التقديم اللي هو على الموبايل أو على اللابتوب اللي بيتحط عادي على المنصة. في التقديم حاجات تانية، في بعد ما لو أنت عدّيت أول مرحلة في التقديم تمام، بيبقى في حاجة اسمها يعني اختبار الكتابي، بعد كده بيبقى في يوم أنشطة، وبعد كده بيبقى في مقابلة شخصية. زي ما قُلت المنحة مش محتاجة شرط لغة، بس أنت محتاج إن تكون اللغة بتاعتك حلوة.
غير إن يكون معاك لغة حلوة، أنت ممكن تبقى شاطر جدًا في اللغة، بس أنت تقدر إنك تcommunicate باللغة دي، فأنت من دلوقتي اتمرّن على الحاجة دي. غير الجزء ده خالص، يعني أنا كنت باتكلم مع شخص من الأشخاص، يعني أنا في القناة يعني باساعد ناس اللي مثلًا اتقبلوا في منحة، فبيسألوني طب بُكرة مثلًا في الinterview الفلاني أستعد إزاي وكده، فبنقعد مع بعض قعدة يعني. فمن الناس دي كان في شخص كان عنده اللي هو يوم الأنشطة، تمام، فمن اليوم الأنشطة بعد ما خلص وجه يحكي لي بيعملوا إيه مثلًا، يعني أنا باسلّط عليك الضوء دلوقتي، أنا بادّيك رأي معيّن أو أنت بتقول رأي معيّن في حاجة، تمام؟ أنت تمام. المفروض كل كلامنا تكون مركّز أو يعني ماسك جدًا في رأيك ده. بُص أنا هالِف لفة بنت لذينة عشان أقنعك بغير الرأي ده، لأ أنت لازم تكون واقف بالرأي ده. فأنت بالEnglish بتاعك المفروض تتكلم وتبقى بتفكّر في يعني ممكن بعض الناس يعني تلاقي الموضوع ده صعب، فلازم نبقى متدربين على الموضوع ده من دلوقتي. فهو يوم أنشطة، هو أنشطة ممتعة، بس بتفرق جدًا في التقديم، يعني بيعرفوا من خلالها حاجات كتير عن شخصيتك، عن ثباتك، إن أنت بتقدر تضبّط الكلام. يعني من اللي أنا فهمته من الشخص ده، إن الapplication والمقابلة الشخصية، يوم الأنشطة واختبار يوم الأنشطة يعني والمقابلة الشخصية، بيبقى فارق فيه جدًا إن هم يعرفوا أكتر عن قدراتك في إنك تتواصل مع الناس. لو اتحطيت في موقف هتعرف إنك تتصرّف. كان في كذا حاجة تانية بس مش هادخل في تفاصيل يعني. بس فدي من الحاجات برضه. في حاجة تانية اختبار كتابي، أنا ممكن برضه أبقى شاطر في الEnglish الدنيا بتاعتي تمام، بس أنا مش متعودة أكتب كتير. أنا مثلًا يعني بالنسبة لي كانت أبوخ حاجة مثلًا في الامتحان إنك تكتب paragraph أو essay يعني. في اختبار الكتابة تقريبًا بيطلبوا منك تكتب حاجة كبيرة جدًا، أو مثلًا بُص ادّي لحياتك عنوان وتبدأ إنك تتكلم عليه، بعد كده تكتب عنه، وبعد كده بعد ما تخلّص كتابة بترفع اللي أنت كتبته ده وبترجع تتكلم على كل الحاجات أنت كتبتها. فأنت ممكن تكون شاطر في الEnglish، ممكن تكون الدنيا معاك تمام، لكن أنت مش متعوّد إنك تكتب بالكم الرهيب ده، تمام؟ ف فدي من الحاجات برضه أنت المفروض تبقى حاططها في بالك. فأنت وأنت بتقدّم قبل حتى ما تعدّي أول مرحلة أو قبل حتى ما يبدأ التقديم، تكون عارف إيه اللي هيقابلك وتستعد ليه كويس. ده هيخفف عليك جدًا من إنك في أول ما تبقى في اليوم إنك تبدأ إنك مثلًا يعني تتأتأ أو إن تتوتر، فبالتالي أنت عارف إنك هتجاوب كلّه تمام، بس التوتر ده ممكن يأخّر يعني الراحة بتاعتك في الكلام، فبالتالي يبان حاجة أنت مش عايز إنك تبيّنها، اللي هو ده ممكن أكون متوتر، ممكن ما أقدرش إن أنا أتكلّم قدّام ناس كتير وكده، ودي حاجات مش المفروض إن أنت تبيّنها قدّام حاجة أنت عايز تتقبل فيها. بس فده بالنسبة للجزء يعني ممكن من الحاجات البايخة اللي أنت ممكن تقابلك ومفروض تستعد ليها من دلوقتي. أوكي تمام كويس جدًا. طيب خلّينا دلوقتي نخش على الأسئلة اللي كانت موجودة في الquestion form اللي كانت مبعوتة. أوكي، أنا دلوقتي جمّعت كمان زيادة على الأسئلة اللي جات في الform. في كذا سؤال كمان كان بيتكرر كتير أوي، كل ما كنت باجي باتكلم عن المنحة، فأنا حبيت أضيفهم. هُم 15 سؤال وفي أغلبهم أنا جاوبت عليهم قبل كده وإحنا كنا بنتكلم في الشرح يعني في الsession، فالدنيا تبقى فُل يعني. طيب أول سؤال يعني كان دايمًا بيتسأل وممكن يكون في سوء فهم كتير، هل المدارس دي بتضمن إني هاروح جامعة بمنحة بعدها؟ لأ، هي المدارس دي أو المنحة دي أنت بتقدّم للدراسة الثانوية فقط، فما لهاش دعوة أبدًا بالدراسة الجامعية. أنت لوحدك بتقدّم بقى على منحة بعد كده للجامعة، تمام، أو حابب ترجع تكمّل دراسة جامعة في بلدك برضه ده option، تمام. لكن طبعًا هناك بيبقى متوفر إن أنت بتعمل network تمام مع الطلاب، اللي يعرف منحة بيقول لك وأنت لو تعرف حاجة تقول لهم، فبالتالي بتساعدوا بعض مثلًا بعد كده في منح الجامعة. وطبعًا الnetwork اللي أنت هتعملها دي تبقى حلوة جدًا، لكن المدرسة ذات نفسها كإدارة هي ما لهاش دعوة أبدًا بالحاجة دي. طيب بعد كده السؤال اللي بعده، هل لو أنا في مدرسة فني أو صنايع أو أزهري أو أيًا كان نوع مختلف من الثانوي العام مثلًا، تمام، هل ينفع إن أنا أقدّم؟ أنا ذكرت ده في الأول خالص، عادي جدًا، طول ما أنت معاك بس شهادة النجاح بتاعة تالتة إعدادي تقدر إنك تقدّم عادي، تمام، بس يكون معاك شهادة النجاح في تالتة إعدادي. بعد كده السؤال التاني برضه أنا كنت جاوبت عليه، هل لازم يكون في مجموع معيّن في تالتة إعدادي أنا جِبته عشان أتقبل؟ لأ، مش لازمًا رقم معيّن، الفكرة بس إن أنت تكون نجحت، تمام. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده، هل أنا باختار مكان المدرسة في أي دولة؟ أنت عندك option إن أنت تحدد الرغبة، يعني أنا نفسي يا ريت المدرسة دي تكون المدرسة اللي موجودة في ألمانيا، أنا مش عارفة قريبي ساكن هناك وأنا أعرف شوية ألماني، فدي هتبقى الأنسب ليّا. لكن رغم إن أنت اللي بتحدد الرغبات، هُم في الآخر بيشوفوا الأنسب ليك وبيقولوا لك ده المناسب، أنت خلاص تم تحديدك إن هتروح في المدرسة دي. طيب
بعد كده بيقول لك السؤال اللي بعده ايه هو المنهج اللي هتدرسه والمواد وهكذا. الجزء ده انا بحثت عنه كتير جدا، اللي تقريبا هو ده الكور بتاع المنحه. انت اصلا بتقدم للمنحه بسبب البكالوريا الدوليه اللي انت هتدرسها. فانا في الجزء ده ممكن اطول شويه، هتكلم على طريقه التدريس، تمام، بعد كده المنهج الدراسي، بعد كده الجريدنج سيستم او الدرجات انت بتاخدها ازاي، وامتى بتكون انا كده خلصت المنهج واخد شهاده واتخرج. بالنسبه لطريقه التدريس، هم بيستعينوا بالطرق التعليمية التفاعلية، فبيعلموك المنهج، تمام، عن طريق الأنشطة والمناقشات والتجارب الواقعية، إذا كانت بقى فرصة تطوع أو هكذا. يعني في منهج دلوقتي أنا بدرسه لك، في المنهج ده في الموقف الفلاني وعلى أساسه بدأت تتعلم حاجات كتير جدا. فأنا باخلّيك تعيش الموقف ده، أنا باخلّيك لو في حاجة ليها علاقة بيه في أرض الواقع، ممكن أخلّيك يالّا بينا هنروح نتطوّع في الحاجة دي، في option إنك تروح تعمل كذا، يالّا هنتناقش عن الموضوع ده خارج المنهج، نسمع آرائكم وهكذا. فغير إنه بيكون منهج أنت بتدرسه، بيخلّيك برّه الدراسة بتفكّر فيه كمان، فده بتبقى طريقة فعّالة جدًا إن الحاجة تثبت في عقل الطالب، وبتبقى فعّالة جدًا، تمام. طيب تمام. غير كده بقى بالنسبة للمنهج الدراسي، أنت زي ما قُلت أنت بتدرس منهج الدبلومة البكالو بك دبلومة البكالوريا الدولية، تمام، وده بيشمل مواد مختلفة جدًا، يعني مختلفة زي الscience واللغات عامةً والmath والعلوم الإنسانية، وبيكون في مواد إضافية على حسب أنت حابب تختار إيه. أنا كل الكلام اللي أنا باقوله أنا جايباه من على منصة UWC، أو أنا يعني كنت عرفت عنه من منصة UWC والتفصيل بتاعه وكل حاجة. فأنا برضه هابقى أبعت لك يا مصطفى link موجود في الجزء ده على المنصة بتاعتهم اللي هو الUWC Academic Life، متاح بيه بالتفصيل الأسامي بتاعة كل مادة وكل حاجة. ممكن أنتم بعد كده لو حابين تبحثوا أكتر فيها تدخلوا بالتفصيل، لكن أنا حاليًا باقول لكم معلومات عامة عن المناهج والمواد وطريقة إنه الgrading system وكل ده، ماشي؟ إمم. فبالنسبة للتصحيح فعلًا أو الgrading system بيكون كالآتي: بيتم تقييم كل طالب في كل مادة من 1 ل7، يعني الدرجات بتاعتك بتكون من بين 1 لحد 7، تمام. غير كده أصلًا عشان أنت طبعًا بيبقى في حد أدنى للنجاح، وبعد كده عادي بتجيب ممكن أعلى منه وبتنجح، أو تجيبه هو وتنجح. غير كده جبت أقل منه أنت ما نجحتش، وهتحتاج إنك إيه، يعني تعمل حاجة تحل بيها الموضوع، يا إن كان هتعيد الامتحان أو حاجة تانية. غير كده في حاجات أنت المفروض إن أنت تعملها عشان تقدر إنك تتخرج من المدرسة دي، تمام. فهُم عشان تخلّص السنة دي محتاج إنك تعمل حاجة اسمها extended essay، بتدرس مادة اسمها theory of knowledge، وكمان بتعمل حاجة اسمها CAS، هندخل بالتفصيل في ده. الextended essay ده بيكون مشروع بحثي مستقل بيكتبه الطالب عن موضوع هو بيختاره، وبيكون الموضوع البحثي ده ما بين 3000 كلمة ل4000 كلمة، تمام. وده عشان تمام. يعني ليه أصلًا الحاجة دي موجودة؟ عشان بتساعد الطالب بيطوّر مهاراته في البحث والكتابة يعني الأكاديمية، وده حاجة مهمة جدًا. يعني إنك يكون معاك إثبات إنك بتعرف تعملها، هيفيد جدًا لمّا تيجي تقدّم على أي جامعة، تمام. عشان الجامعات بتبقى أنت في الجامعة هتعمل أبحاث كتير جدًا وكتابة كتير جدًا أكاديمية، تمام. أيوه certification بالنسبة university. للحاجة اللي أنت بالضبط. فبالنسبة للحاجة التانية اللي أنت المفروض كمان تكون أنهيتها وجبت فيها درجة كويسة وكده، اللي هي theory of knowledge، تمام، الTOK. بتبقى مادة بتساعد الطلاب ينمّوا التفكير النقدي عندهم، تمام. وبعد كده التفكير النقدي بتاعهم حوّل المعرفة، وبالتالي وبتخلّيهم يقدروا إن هم يفكّروا عن كيفية إنهم يكتسبوا المعرفة دي بالطريقة الصحيحة، وإزاي بعد ما يكتسبوها يستخدموها يعني بطريقة صح تفيدهم فعلًا في الحاجة اللي هم عايزينها، تمام. فبيساعد إنهم يفهموا أكتر المجتمع بشكل أعمق، وإزاي من كل الفرص اللي حواليهم يقدروا إنهم يكتسبوا المعرفة. فدي حاجة مهمة جدًا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأكاديمي هتفيدهم، ولازمًا إنك تخلّص المادة دي عشان كمان تتخرج. تالت حاجة وآخر حاجة كمان زيادة عن المنهج وزيادة عن كل دول المفروض إنك تخلّصهم عشان تتخرج، اللي هي CAS، أو اللي هي creativity activity والservices، تمام. وده بيكون برنامج بيشمل أنشطة إبداعية ورياضية وخدمات تطوعية بتساعد الطلاب إنهم يطوروا أكتر من مهاراتهم الناعمة في حياتهم يعني. فبتكون مهارات متنوعة هم بيكتسبوها، ومن خلال الأنشطة دي بيتفاعلوا أكتر مع المجتمع بشكل إيجابي. فطبعًا بتبقى حاجة جامدة جدًا، ممتعة وكمان مهمة كمان عشان تنجح.
فده بالنسبة لجزء إيه، يعني الدنيا بتبقى عاملة إزاي هناك، النظام التعليمي والمنهج والgrading system أو تعمل إيه عشان تتخرّج أصلًا من هناك. بس ده بالنسبة للسؤال ده. في سؤال تاني كمان، ده برضه سؤال كتير أوي اتسأل واتبعت في الform. لو أنا اتولدت في تاريخ قريب أوي من التاريخ اللي متقال في الشروط، بس يعني قبله بكام يوم أو بعده بكام يوم، بس مش بينه، أعمل إيه في الحالة دي؟ المنحة الموضوع ده اتكرر كتير أوي معاهم، فهُم عملوا حاجة كالآتي: وقت ما بتفتح المنحة تقدروا إنكم تتواصلوا معاهم، بيبقوا موفّرين إيميل للتواصل معاهم تقدروا تبعتوا لهم عليه، وتقولوا لهم الحالة بتاعتكم، إن أنا مولودة قبل التاريخ ده بالعدد الأيام الفلاني، ده شهادة الميلاد بتاعي والتاريخ موجود عليها. فهُم بالتالي بيشوفوا يعني الrequest بتاعك بيبعتوا لك ورقة استثناء، والورقة دي ممكن وأنت بتقدّم تحطها، فبيبقى عادي ما فيش مشكلة تقدر إنّك أنت تقدّم حتى لو إيه، أنت مش السِن بتاعك مش في التاريخ اللي هُم قايلين عليه، تمام؟ طيب بيبقى في سؤال تاني واللي هو لو أنا في تالتة ثانوي هاقدر إن أنا أقدّم؟ دي تقريبًا من أول الحاجات اللي أنا قُلتها، مش هينفع تقدّم لو أنت في تالتة ثانوي، لازمًا تكون في أولى ثانوي خلّصتها، تمام. ممكن يعني في بعض البلاد أنت ممكن تقدّم وأنت في السنة الدراسية بتاعة أولى ثانوي أو بعد ما تخلّصها زي في مصر. فأنت بتقدّم وأنت في أولى ثانوي عشان تحضر تانية وتالتة هناك، عشان بكالوريا الدولية دي هي سنتين، فأنت محتاج تحضر هناك سنتين. ولو أنت في تانية هتروح هناك هتعيد تانية ثانوي وتكمّل تالتة هناك، تمام. في إمم. سؤال تاني: هل كل التقديم بيكون بالEnglish؟ في بعض الأسئلة بيبقى مكتوب بوضوح يعني بين brackets كده قايل لك ممكن تجاوب بلغتك الأم، لكن أنت في العادي الdefault إنك تجاوب كلّه بالEnglish، لكن في أسئلة لو أنت حابب إنك تجاوب بلغتك الأم ممكن تجاوب، لو مش حابب عادي جاوب بالEnglish، تمام. تمام. سؤال كمان: هل وأنا باقدّم بادفع أي فلوس وأنا باقدّم أو عشان الinterview أو عشان الactivity day أو عشان اليوم الكتابي وكل ده؟ ما فيش أي فلوس أنت بتدفعها أبدًا، غير لو أنت حصل وما خدتش مثلًا دعم مادي كامل، فبالتالي بتدفع نسبة من مصاريف التعلُّم هناك يعني. طيب، آآ لو حد وهو بيقدّم ده السؤال اللي بعده، لو حد وهو بيقدّم رفع ملف غلط وطلع الملف يعني مش الملف المطلوب يعني، هل يقدر إن هو يعدّل على الapplication بتاعته؟ هو أنت في العادي ما تقدرش إنّك تعدّل، فأنت محتاج إنّك تتواصل معاهم الأول عشان يدّوك سماحية إنّك أنت تعدّل، تمام. في سؤال برضه ممكن شوية الإجابة بتاعته تبقى طويلة بس مش هتطوّل أوي يعني، وهو إيه الفرق بين الAfrican Leadership Academy والUWC؟ تمام. أنا هابقى موفّرة برضه زي text في الlink الdrive اللي هيبقى موجود في الوصف، في كده يعني زي الفرق بينهم بطريقة حلوة يعني، بس أنا هاخدكم كده إيه الفرق بينهم. هو شايف إن الفرق الUWC كبير صراحةً والALA أوي يعني. يعني بالنسبة هو في للcurriculum حاجات، وبالنسبة أيوه. لنظام الدراسة، يعني حاسس إن دي في الشرق ودي في الغرب، ما لهمش علاقة أوي ببعض، غير إن هم 2 scholarships يطلّعوك من مصر، يعني ده شايف إن ده الوجه الشبهي الوحيد. أيوه. تمام. لكن فعلًا الALA دي موجودة بس في أفريقيا، تمام. لكن UWC هم 16 مدرسة اللي في أوروبا، اللي في آسيا، اللي في أفريقيا، فهُم موجودة في أماكن كتير، لكن ALA موجودة في قارة واحدة فقط، فحتى هنلاقي ده بيختلف عن الحياة اللي موجودة فيهم. UWC أنت هتعيش مع طلاب international اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، لكن في ALA أغلب الناس هتلاقيهم عرب أو هتلاقيهم من أفريقيا عادي، تمام. يعني ما فيش الvariety بتاعة الculture زي اللي موجودة في الUWC، تمام. تمام. ده أنا كده تقريبًا قُلت 3 نقط من النقط اللي موجودة في الفرق يعني. حاجة تانية كمان إن الUWC من الهدف إنها معمولة أصلًا وهو إنها توحّد بين الأمم والثقافات، فبالتالي أغلب الأنشطة وأغلب الtopics اللي بيتم مناقشتها أو أغلب الevents ليها علاقة بالثقافات، وزي إن إحنا نقدر إن إحنا نتعرّف على ثقافات بعض أكتر وهكذا. لكن في الALA هي يعني مركّزة أكتر عن يعني الsoft skill بتاعة الleadership. فأغلب الحاجات ويعني لو في فرصة topic ممكن إن إحنا نتناقش فيه أو لو في فرصة event إن إحنا نعمله، هيبقى مرتبط أكتر بالصفة دي اللي هي leadership. فده يعني أكتر حاجات الفروقات الواضحة جدًا بين المنحتين دول يعني. بس ده بالنسبة للسؤال ده. في كام سؤال أنا سِبتهم للآخر، دول من الأسئلة يعني ممكن أسئلة ما لهمش إجابة كده على طول، يعني مثلًا سؤال من الأسئلة دي: إزاي أقنع أهلي إن أنا أروح؟ السؤال ده يعني إجابته تطول فيها الكلام جدًا، لكن هاقول أهم النقط يعني لو أنا جات لي فرصة إن أنا أسافر إزاي أقدر إن أنا أقنع أهلي فيها.
في رأيي في الحالة دي أنا أبدأ إن أنا آخد ولي الأمر بتاعي في مكان هادي بدون أي تدخلات خارجية. لو في حد مثلًا أعرفه في العيلة ممكن إن هو يحط رأيه، اللي هو مش المفروض إنه يحط رأيه، يعني ولي الأمر بس اللي هيقول رأيه في الآخر أروح والّا لأ. فأنا باخد صاحب الرأي وأبدأ إن أنا أكلمه. في الأول هاوضّح لولي الأمر أنا عايزة أعمل إيه في حياتي أصلًا، يعني أنا ناوية يا بابا إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ ففي الأول أثبت لبابا إن أنا عندي فكرة، عندي خطة، عندي هدف في الآخر عايزة أوصل له، تمام، وعندي كذا خطة إن أنا أحقق الهدف ده، تمام. والله عندي plan A، عندي plan B، عندي plan C، كل ده، وأقول له إمتى في لو الplan A ما نفعتش في الحالة الفلانية إزاي هاعمل ده، ولو ده ما نفعش هاعمل ده. فبالتالي ولي الأمر ده يبدأ يستوعب فعلًا ده ابني قدر إن عنده فكّر في الموضوع، ادّى للموضوع اهتمام لدرجة إنه جاب الأفكار دي كلّها، تمام. وطبعًا لمّا باجي باقول إن أنا هاخد ولي الأمر وأبدأ إن أنا أكلّمه في الموضوع ده، مش قصدي على قعدة واحدة، أبدًا مش هتحصل في قعدة واحدة. الموضوع هيحتاج وقت، الموضوع هياخد إن أنا أقعد كذا قعدة ورا بعض، حتى لو ولي الأمر رفض في الأول مش هاستسلم، وفي نفس الوقت مش هاتخانق. أنت ليه رفضت؟ طب ادّيني أنت أسبابك، مش عارفة إيه. لأ، هو ليه كل الأسباب إنه يرفض عامةً، لكن أنت برضه بتقنعه. كولي أمر طبيعي جدًا إنه يخاف، بس فكرة إنه يخاف ده سبب كافي إن هو يرفض، تمام. طيب، غير بعد كده إنك أنت تثبت له إن أنا فعلًا عندي هدف، تمام، محتاج إنك تقول له الطرق اللي أنت ممكن تستغلها عشان توصل للهدف ده، وتوضّح الفرق بين كل طريق، وإن الطريق الفلاني اللي أنت عايزه اللي هو الUWC ده إزاي ممكن يفرق معاك جدًا، تمام. بالعكس ده ممكن يدّيك فرص كمان وأفكار أحسن كمان، تمام. فده هيفرق جدًا إن أنت بس تفهّمه. هو ممكن ما يبقاش إيه منحة الUWC، يعني ممكن يتريق على الاسم أصلًا، فأنت وضّح له، تمام. فده بيفرق جدًا. غير كده بعد بقى ما نعدّي المرحلة دي، ابدأ إن أنت ورّيه ناس أصلًا اتقبلت هناك. حاول أيوه، إن شوقهم تخلّي تاني الموضوع relating وعمل إيه في أكتر بيه. حياتهم. أيوه، ورّي له النجاح اللي هم بالضبط. وصلوا له، وإن هو باين إن المدرسة هي السبب في كل ده كده. أيوه. يعني وكمان خلّي الموضوع يعني ما تجيبش مثلًا حد في أمريكا راح برضه مدرسة قريبة من البيت بتاعه. لأ، بُص الشخصية الفلانية دي شخصية عربية واتقبلت وعملت كذا وكذا، وده فيديو مثلًا ليها بتتكلم على تجربتها. في منحة الجيش وأنا كنت باقدّم، الحاجة اللي خلّت بابا يوافق إن أنا أصلًا أقدّم وكده، كان في بنت أردنية طلعت مع أهلها في زي برنامج كده، هي وأهلها، باباها ومامتها، وما شاء الله عليهم عائلة متدينة كده يعني. وقالت لبابا الفيديو، قُلت أهم عائلة متدينة من الأردن وراحت وعملت وكذا، وده اللي استفادت وكده. ده فرق جدًا معاه، تمام. فحاول تربط اهم. الموضوع جدًا بيك، تمام، أو بالمكان اللي أنت عايش فيه. جيب حد مثال من المكان اللي أنت عايش فيه، ده هيفرق جدًا، تمام. غير كده بعد بقى ما تجيب كل الكلام ده وتجيب كل حاجة، ابدأ وضّح بقى السلبيات لو أنت ما خدتش المنحة دي. مثلًا هيضيع عليَّ فرصة دي، هيضيع مش فرصة، المنحة ذات نفسها، هيضيع عليَّ كذا حاجة، واذكر الحاجات اللي المنحة بتقدّمها. بيّن لولي الأمر إن أنا بحثت، أنا عملت بحثي، أنا اتأكدت إن ما فيش أي حاجة هُم هيعملوها هتتعارض مع أي من أفكارنا أو معتقداتنا أو مع الأمان أو أي حاجة. وبعدين منحة UWC موفّرة حاجات جدًا، معلومات كتيرة جدًا عن موضوع اللي هو الأمان، أو إن أنا إزاي أنا بأكد ليك كولي أمر إن ابنك هيكون في أمان. فأنت ممكن تورّيهم الملفات دي يبدأوا يقرأوا عنها أكتر. في منحة تجرس برضه لمّا اتقبلت كان في عاملين PDF كامل. أنا ما اتقبلتش فيها، قصدي لمّا وصلت مرحلة الinterview. PDF كامل فيه بيقولوا لولي الأمر كل حاجة محتاجين يعرفوها عشان يتطمنوا، من السكن، من المشرفين هيبقوا موجودين قد إيه، عدد المشرفين، كل حاجة. فمنحة UWC موفّرة حاجة زي كده، وبيوفّروا حاجات أكتر كمان كل ما بتتأهل لمرحلة أكبر في التقديم يعني. فده بالنسبة لإزاي أقنع أهلي، تمام. وبرضه ما نتضايقش لو الأهل ما وافقوش، يعني ربنا كاتب كل حاجة، فممكن يكون ده سبب من أسباب، يعني ربنا يعرّفك عن منحة بس هي مش ليك فأهلك ما وافقوش. بس برضه اسعى، أنت قدامك كل ده لحد شهر ديسمبر إنك تقول لأهلك إن تقنع أهلك يعني. بس بس أعتقد دي ممكن تكون أغلب الأسئلة يعني اللي جات لي، ولو في أي سؤال تاني أنا مستعدة إن أنا أجاوب، لو في حد حابب إنه يسأله هابقى مستعدة إن أنا أجاوب برضه. وبالنسبة لشرط اللغة بتاع اللغة الإنجليزية، هو مش مطلوب وأنت بتقدّم أي إثبات إنّك أنت شاطر في اللغة الإنجليزية، ومش مطلوب منّك إنّك تكون شاطر في اللغة الإنجليزية، بس الفكرة وأنت هناك كل تعاملك هيبقى باللغة، كل المنهج هيبقى باللغة دي، وكل الإنترفيوهات بتبقى باللغة دي.
فانت اصلا عشان تقدم وتستفاد من المنحه دي وتعدي اصلا مرحله الانترفيو انت محتاج انك تكون شاطر في اللغه. تمام، فيفضل انك تكون شاطر في اللغه. وبالنسبه للتقديم، طب قبل كده هل اي حد عنده سؤال في حته الشروط، او يعني حابب تسال يا مصطفى في الحته دي قبل ما ادخل على التقديم؟ اوكي طيب، بس حته مم. الاسئله هتكون في الاخر خالص، اللي هو هنجمع كل الاسئله ونسالها مره واحده علشان تمام. بس ما نقطعش الشرح كذا مره. اوكي تمام. طيب بالنسبه للتقديم، التقديم بيبقى فيه كذا حاجه. اول حاجه بيبقى فيه فورم كده فيها التقديم اصلا انت بتملاها عشان بعد كده يفتح لك باقي التقديم، عشان يقول لك هل انت اصلا eligible انك تكمل تقديم او لا، انت اصلا مش مناسب انك تقدم على المنح. وان شاء الله باذن الله هيبقى تحت في الوصف، يا اما هحط فيديو وفي اصلا ملف PDF المنحه ذات نفسها حاطاه فيه بالتفصيل ازاي تقدم. تمام. وبالنسبه للينك التقديم، طبعا لينك التقديم هيفتح زي ما قلت، متوقع ان هو يفتح في ديسمبر. وكمان يعني هيبقى ان عشان تحصل على لينك التقديم ده بس اكتب على جوجل UWC واسم البلد بتاعتك. يعني لو انت في مصر UWC ايجيبت، لو انت في العراق UWC عراق، وهكذا يعني. والتقديم زي ما قلت بيبدا في الاول ان احنا بنملي الeligibility فورم. تمام. بعد ما بتملاها وتكون فعلا انت كل الشروط بتتوافق معاك، تبدا انك تروح لباقي التقديم. وباقي التقديم ده بيبقى فيه اسئله عامه عن اسئله عن التواصل معاك، المكان اللي انت ساكن فيه، الدراسه بتاعتك. بعد كده بيبقى فيه اسئله عن اسئله المقالي، ودي هروح لها يعني هتبقى اكتر جزء دسم هتكلم فيه بعد شويه. بس خلينا اتكلم بشكل عام هيكل التقديم بيبقى عامل ازاي. بعد ما انت بتقدم عادي جدا من على الموبايل او من على اللابتوب، بتبدا ان انت لو اتقبلت في اول مرحله اللي هي مرحله التقديم، وان هم بيعملوا تصفيات وبيختاروا اكتر ناس فعلا واضح ان هي من الاشخاص اللي هم بيسعوا انهم يقبلوها، بيبدا ان بيبقى في كذا حصه كده اونلاين تكون بالانجلش، عشان في الاخر يصفوا لحد ما في الاخر بيختاروا 6 اشخاص هم دول اللي هيدوهم المنحه، يا 6 يا 7 اشخاص. بيبقى من الحاجات اللي بتبقى اونلاين بيبقى فيه يوم اختبار كتابي، وبيبقى فيه يوم للانشطه، وبيبقى فيه يوم المقابله الشخصيه. انا طبعا في تفاصيل في كل يوم فيهم، بس انا هقول عامه اليوم ده بيبقى عامل ازاي. وبرده لو انتوا بعد كده هتشوفوا الفيديو ده على على يوتيوب، هتلاقوا في الوصف لينكات لناس اصلا حضرت الامتحانات دي واتخرجت كمان. تمام. فهيفيدكم جدا انكم تعرفوا اكتر من الموضوع ده من ناس جربت. تمام. فبالنسبه لاختبار الكتابه، هتلاقوا نفسكم مثلا مجمعينكم، هيقسمكم بعد كده جروبات، او في كل واحد في كل جماعه في هوم مثلا. بعد كده هيبداوا ان هم يقولوا لكم تاسك معين، وانتم المفروض تخلصوا التاسك ده في وقت معين، وفي الاخر تبعتوه يا اما عن طريق الايميل يا اما تبداوا انكم تتكلموا عليه. ده بالنسبه لاختبار الكتابه. طبعا زي ما قلت كل حاجه فيها بيكون بالانجلش، وطبعا في تفاصيل كتير قوي في الجزئيه دي، لكن انا يعني نتيجه ان انا تواصلت مع ناس فعلا كانت بتقدم ووصلت لمرحله عاليه جدا في التقديم. تمام. قدرت افهم الحته دي منهم واساعدهم في الجزئيه دي. في كمان يوم الانشطه، ده بيبقى فيه يعني بيبداوا ان هما في العاب، اغلب الوقت بيبقى العاب عشان يقيسوا بعض الصفات الموجوده فيك. يعني مثلا ممكن ان هما يبداوا مثلا انت بتدخل تقرر ان عندك راي معين، وهما يقعدوا يكلموك وانت لازما طول الوقت تكون ثابت على رايك، وتحاول انت تقنعهم برايك انت. تمام. ممكن الراي ده يعني يا اما هما اللي بيقولوا لك الراي ده، يا اما انت اللي بتكون مختاره يعني. بيكون يوم انشطه يعني بيكون العاب، لكن برضو الغرض منه ان هما يعرفوا اكتر عنك وعن الصفات اللي عندك. تمام. بعد كده بيكون في المقابله الشخصيه، ودي عادي يعني بيتكلموا اكتر عن الابلكيشن بتاعتك، بيبدا ان هم يهنوك ان انت وصلت للمرحله دي. وبعدها بيبدا ان هو يوصل بقى هل انت اتقبلت للاخر او لا. تمام. وطبعا زي ما قلت في تفاصيل اكتر بكتير عن كل دول، ويفضل انكم تشوفوا لو انتوا هترجعوا تاني تشوفوها على يوتيوب، اللينكات اللي هتبقى موجوده في الوصف. تمام. وبالنسبه للتقديم زي ما قلت المنحه ذات نفسها حاطه PDF مكتوب فيه كل الحاجات عن التقديم، وكل المستندات المطلوبه وازاي تبعتوها، وهل هتبقى مترجمه ولا لا. كل ده هم حاطينه في PDF، والPDF ده مترجم عربي وموجود بالانجليزي كمان. هتلاقوا لينك الدرايف بتاعه برده زي ما قلت لو فتحته على يوتيوب هتلاقوه. تمام. في الوصف. طيب دلوقتي بالنسبة لو أنت بتقدّم، يعني أكتر جزء يعني بالنسبة اللي أنا أقول لشخص أنا عايشة فين، أو كل معلومات التواصل معايا وكل ده، الدنيا سهلة فيه. تمام. ممكن يكون الجزء الصعب عشان تعدّي أصلًا من أول مرحلة وهي الapplication اللي على اللابتوب أو على الموبايل، وهي الأسئلة المقالي، ودي تقريبًا أكتر حاجة بتفهّمهم أكتر عنّك. تمام. وأصلًا دي بتكون حاجة بسببها بيكون في الinterview عشان يفهموا لو أنت مثلًا في الapplication بتاعتك ما كنتش حاطط معلومات كتير جدًا، بس حاطط عناوين فعلًا مغرية، هم يبدأوا في الinterview يسألوك أكتر عن الحاجات دي، ويفهموا أكتر منّك عنها يعني. فنصايحي للتقديم، إحنا دلوقتي شهر 6،
والتقديم زي ما قلت متوقع ان هو يفتح في شهر ديسمبر. ففي حاجات في قدامك فرصه الوقت دي قد ما تقدر استغلها. لو انت شروط تتطابق معاك والدنيا تمام وباذن الله ناوي انك تقدم، اتبع اللي انا هقوله ده. زي ما قلت هيفتح ان شاء الله في شهر ديسمبر. فاحنا معانا ال6 شهور دول نبدا ان احنا اول حاجه نشوف اصلا الاسئله المقالي اللي احنا المفروض ان احنا نجاوب عليها. نبدا ان احنا ناخد الاسئله دي نحطها مثلا على جوجل دوكيومنتس، ونبدا ان احنا نكتب اجابه درافت كده، يعني على الاقل نحط نقط كده العناوين اللي انا عايزه اتكلم عليها مثلا. تمام، يعني ابقى عارفه انا هجاوب على انهي اسئله، وابدا اتخيل الاجابه بتاعتي شكلها او ايه النقط اللي انا عايزه اقولها في الاجابه دي. بعد كده احاول كذا مره ان انا اعيد صياغه الاجابه دي. بعد كده بعد ما اخلص كل حاجه ابدا افكر ايه كمان الحاجات اللي انا ممكن اعملها اللي لو انا ذكرتها هتفيد جدا. تمام، يعني مثلا ده انا فعلا اجابتي حلوه بس محتاجه ان انا احط يعني اوضح اكتر ان انا تطوعت في حاجات اكتر. يعني قبل ما ادخل في الجزئيه دي انا عايزه اقول حاجه، يعني وانا بجاوب على اي سؤال في الاسئله المقالي، هم برضو المنحه منزله كده حاجه صريحه ايه الصفات اللي هم بيبحثوا عنها في الشخص اللي بيقدم عشان يقبلوه. هم 5 حاجات. اول حاجه ان الشخص ده يكون عنده فضول اكاديمي. تاني حاجه ان الشخص ده يكون عنده التزام مستمر. تالت حاجه انه يكون عنده الرغبه والقدره ان هو يتعلم ويكمل في اي حاجه هو بدأ فيها. رابع حاجه ان يكون عنده الاخلاق. وخامس حاجه ان يكون عنده الحماس. فكره عامه ازاي اقدر ان انا اوضح للشخص اللي قدامي ان انا عندي كل الكلام ده بالنسبه مثلا للفضول الاكاديمي. اقدر ان انا اوضح مثلا، يعني انا انتهز اي سؤال موجود في الابليكيشن ان انا اعرض نفسي، اعرض كل حاجه انا عملتها، كل انجازاتي، كل شغفي، كل اهتماماتي، واوضح بالكلام او بالحاجات او بالخبرات اللي عندي الصفات دي. فمثلا انا عندي فضول، ازاي ابين لشخص ان انا عندي فضول اكاديمي؟ انا فعلا ماشي، انا فعلا قدرت ان انا كنت مهتم بحاجه، بدات ان انا ابحث عنها اكتر، بدات احضر لها ايفنتات، بدات احضر ورك شوبس، بدات ان انا اتكلم مع ناس في المجال ده، بدات ان انا احضر كورسات، بدات ان انا اشتغل على بروجكتات، بدات ان انا احضر تدريبات. طب لو انا عايزه ابين الالتزام المستمر، طيب ممكن الموضوع ده طبعا بصوا يعني حاجه هتفيدكم جدا، الذكاء الاصطناعي. انا مش بقول لكم انكم تستعملوا مثلا شات جي بي تي في انه هو يكتب لكم الاجابات، بلاش بلاش ابدا. ولا حتى انكم تكتبوا الحاجه وتبعتوها له وهو يري رايت الحاجه، لا انتوا ممكن بس تستعينوه في البرين ستورمنج بروسس، بس انكم تفكروا معاه. انا دلوقتي يا شات جي بي تي انا عايزه ابين لشخص معين كذا وكذا وكذا، وانا عملت كذا وكذا وكذا. في التجربه في الخبره بتاعتي دي انا استفدت منها مثلا 5 حاجات. ايه الحاجه اللي من ال5 دي اقدر ان انا ابرزها ليهم فبالتالي فعلا يبان ان الصفه دي تمام؟ فهو ممكن يساعدكم، ممكن يديكم افكار، ممكن يديكم تكست مثال، وانتوا مش طبعا ما تاخدوهاش كوبي بيست، بس يعني تتخيلوا هيئه او شكل التكست بتاع أو الاجابه بتاعتكم هتبقى عامله ازاي. ده بالنسبه لي بيفيدني جدا. واحيانا ببقى عايزه اقدم على حاجات كتير جدا وببقى كسلانه، او انا فعلا عندي كل الكلام بس من كتر ما انا كتبته في كذا منحه خلاص بحس ان هو ما فيهوش لمعه، ما فيهوش اي حاجه جديده، ما فيهوش اي حاجه ممكن تميزني عن اي حد هيقدم، فبالتالي بستعين بشات جي بي تي ان هو بس اشوف افكار جديده. تمام، فدي اول حاجه اللي هو فضول الاكاديمي. بعد كده عندنا الالتزام المستمر. الالتزام المستمر ده ممكن انكم تبينوه عن طريق مثلا والله انا في المدرسه قدرت ان انا مثلا انكم بس ما حصلش مثلا في المدرسه انكم خدتوا مثلا انذار انكم غبتوا كتير. طبعا فيها افكار كتير بس انا ما عنديش في افكار كتير عن الجزئيه دي. زي ما قلت شات جي بي تي هيفيدكم جدا. والنقطه دي بس اول حاجه جت في دماغي فيها ليها علاقه بالمدرسه، يعني عشان الالتزام إيه غير انه المدرسه؟ ممكن الالتزام ده يكون حاجه مثلا تبع الشغل، ان مثلا والله انا كنت متطوعه في التيم الفلاني وكنت البيست ممبر مثلا لمده مش عارفه ايه المده الفلانيه. ان انا كمان كنت مثلا اشتغلت في الحاجه الفلانيه وقدرت ان انا احافظ على الوظيفه بتاعتي وافضل متميزه فيها مثلا. بالعكس ده انا قدرت افيد ناس تانية وهكذا. وتالت حاجه اللي هي الرغبه والقدره. اكتر حاجه مهمه في التقديم على اي منحه مش بس المنحه دي ان انا اكون شخص عارف انا عايز ايه. انا والله يا جماعه انا بحثت عن كل المجالات المتاحه، اخترت حاجه، وبعد ما اخترت الحاجه دي انا حبيت بقى ان انا ابدا اعرف عنها اكتر. تمام، وبسبب الباشن بتاعي او الرغبه بتاعتي ان انا اكمل فيها حطيت نفسي في كذا حاجه خلتني ان انا ملزم ان انا اكمل فيها، ملزم ان انا طول الوقت اعرف كل جديد عنها وهكذا. مثلا زي ما قلت ده يقدر اكتر ان هو يتوضح لو في
فرص تدريب أو فرص تطوع تبع المجال ده، تمام، أو حتى لو كورس أو مثلًا زي برضه workshop أو أي حاجة أقدر إن أنا أحضرها، بتبين قد إيه أنا شغوف إن أنا أتعلم أكتر عن الحاجة دي، وهنلاقي أغلب النقط من النقط ال5 دي شبه بعض. بالنسبة للأخلاق أعتقد دي ممكن توضح جدًا في جزئية التطوع، والله أنا تطوعت مثلًا كنت رُحت الدار الفلاني تطوعت فيه لمدة، قدرت إن أنا أساعد الشخص الفلاني في حاجة مثلًا، قدرت إن أنا أعمل حاجة ببلاش، مثلًا أقدّم خدمة ببلاش للناس اللي فعلًا محتاجاها وهكذا. وبالنسبة للحماس أعتقد إن هي شوية شبه الرغبة، أي حاجة متاحة أنا باستغلها، أي حاجة تقدر إنها تفيدني في إن أنا أتحسّن في حاجة معيّنة أنا مهتم بيها، أنا باستغلها، بالعكس بابقى متحمسة ليها جدًا. وأعتقد الحماس هيفرق جدًا أو هيوضح أكتر في صيغة الكلام، تمام؟ طيب نرجع تاني اللي هي نصائح التقديم. أنا قُلت لكم دلوقتي الحاجات ال5 صفات المفروض إنكم تبيّنوها في المقالات في الإجابات بتاعتكم على الأسئلة المقالي، وقُلت لكم أمثلة الحاجات اللي أنتم ممكن تذكروها عشان تقو في الإجابات بتاعتكم عشان توضّح أو تكون زي دليل للصفات دي، وقُلت لكم ممكن تستعينوا بإيه عشان يساعدكم أكتر إنكم تجيبوا أفكار كمان زيادة بكتير عن اللي أنا قُلته. في كام حاجة بقى كمان تحطوها في بالكم. أنت ممكن دلوقتي أنت دلوقتي ممكن تستغل إن ال6 شهور أنا فعلًا ما أكونش قدّمت على فرص تطوع كتير، أو أنا ما كنتش فعلًا قدّمت على تدريبات كتير، أو أنا فعلًا ما حضرتش كورسات كتير، أو أنا فعلًا أنا مش عارف أصلًا أنا عايز أشتغل في إيه. فمعاك 6 شهور، 6 شهور دي حاجة حلوة، تقدر فيها تستغل على LinkedIn أي فرصة تتبعت استغلها. آمم أي كورسات متاحة من أماكن موثوقة استغلها، في موضوع الدعم المادي على coursera، على EDX، على khan academy، على حاجات كتيرة جدًا، كل ده استغله. فالأجازة دي لوحدها وحلو 6 شهور في الأجازة، فهيبقى حلو جدًا إنك تستغلها في إنك يبقى عندك حصيلة من الخبرات تقدر إنك تحطها في الإجابات بتاعتك، تمام. استغل أي فرصة، مثلًا لو في مثلًا زي session أنت بحاجة أنت شاطر فيها مستعد إنك تتكلم عنها، اطلع واتكلم عنها. حُط نَفْسك قدّام الناس، باين إن عندك صفات معيّنة، صفات إنّك أنت مش بتتكسف، صفات إن أنت تقدر إنّك تتكلّم قدّام ناس كتير، عندك شخصية قيادية، عندك إن أنت تبدأ حاجة وتكمّل فيها أو تساعد إن حاجة تكبر وغيره. في فعلًا فرص كتير أوي متاحة، إن شاء الله لو أقدر أبقى أتكلّم عليها، تمام. بعد كده إيه، ماشي، احضروا عشان هو انا تلاقوا كنت بس عايز بس امسك نقطه. يعني اتفضل. وانت يا مريم بتتكلمي عن البريباريشن ان انا اكون متجهز للسكولرشيب بتاعت UWC. إمم، اتكلمتي عن حته ان انا اجهز نفسي فاينانشالي من على اي ال اكس او الى اخره. فانا كنت عايز اتكلم على الحته بتاعت الفاينانشال ايد اللي بتقدمي UWC. هل إمم، هي بتقدم سكولرشيبس بتكون فولي فاندد ولا لا؟ ماشي، ولو مش فولي براحتك، فاندد، براحتك. يعني الفاينانشال بتاعهم بيوصل لحد فين؟ أوكي، بالنسبة للfinancial aid بتاع المنحة، هم زي ما قُلت بيبقى في 6 أو 8 هم اللي بيتقبلوا من كل دولة، تمام. وطبعًا هأكد على الرقم ده، هاتأكد منه وهاحطه هابقى أقول لحضرتك أنت تحطه في الوصف، تمام. بيبقى 3 فقط اوكي تمام. ليهم منحة ممولة بالكامل، 3 بس بيبقى ليهم منحة ممولة بالكامل. المنحة دي بتبقى مغطية تكاليف السكن، تكاليف الأكل، والراتب الشهري، والدراسة، والمواصلات، وكل حاجة، تمام. الباقي بتبقى منحة ممولة جزئية، وده طبعًا بيبقى على حسب الحالة المادية بتاعتهم، وبيبقى يعني بيبقى في لجنة للمنحة موجودة في مصر، بعد ما هم بيتقبلوا بيتم تحديد المصروفات وهكذا. في بقى حاجة تانية كمان موجودة، في بعض المدارس أنت المفروض وأنت بتقدّم أنت بتحط رغبات المدارس اللي أنت نِفْسك إنك تحضرها، تمام. في مدارس منهم أصلًا مش متاح فيها التمويل الكامل ده. فأنا الصورة موجودة معايا لكن مش موجودة دلوقتي في الslides، بس أنا أقدر إن أنا هابقى هاحطها على drive link وهتبقى موجودة في الوصف. أسامي المدارس اللي هم أصلًا تقريبًا موجودة وأنت بتقدّم يعني الtable أو الجدول اللي فيه المنح نسبة الدعم المادي اللي هم بيقدموه بتبقى متاحة وأنت بتقدم تبُص عليها باين، أو هي موجودة عامةً في الweb site عندهم. فأنا برضه هاحط الصورة بتاعتها. في بعض المدارس بيقدموا منحة ممولة بالكامل، وفي بعض المدارس مش بتقدم أصلًا أي تمويل، وفي مدارس بتقدم مثلًا 70%، 25، 80، 50%، ب بتختلف من كل مدرسة لمدرسة يعني. فأنا هاحط أسامي بتاعتهم عشان وأنتم مثلًا بتقدّموا وبتحطوا الرغبات بتاعة كل مدرسة، بتشوفوا على أساس لو أنتم حابين يعني تشوفوا على أساس التمويل يعني اللي كل مدرسة بتقدّمه. ده بالنسبة للنقطة دي يعني. اوكي تمام، كويس جدا. طيب آآ كملي كملي.
اوكي. في ال6 شهور دول غير انك انت الشخص بيجهز لاجابات الاسئله المقالي، انت محتاج انك تجهز كل الاوراق اللي انت هتحتاجها عشان تقدم. انت محتاج اوراق مثلا شهاده انك نجحت في ثالثه اعدادي، شهاده كذا، شهاده ان انت شهاده الميلاد، اوراق كتير زي ما قلت. اللينك اللي هيبقى اللينك الPDF اللي هيبقى موجود في لينك الدرايف هيبقى المنحه قايله كل المستندات اللي هتبقى مطلوبه. تمام. فانتوا ابداوا جهزوا كل الاوراق دي من دلوقتي. والPDF ده كل الشروط اللي فيه او كل المستندات المطلوبه تنطبق على التقديم بتاع من 2024 لحد 2026. تمام. غير كده كمان حاجه هتفيدكم قوي قوي قوي، هتفيدكم جدا. حلو جدا انكم دلوقتي بتحضروا السيشن دي. تمام. ده خطوه رائعه. تمام. غير كده طبعا انتوا لوحدكم بتبحثوا. تمام. ما تعتمدوش ان شخص معين هيقول لكم كل الاجابات. مش معقول ان ده يحصل. يعني انا لما اتكلمت على المنحه لقيت كذا حد بيسالني على اسئله انا اصلا كنت جاوبت عنها. فانت لو انت مش هتقدر انك تفيد نفسك محدش هيفيدك. انت عندك متاح يعني مصادر رهيبه انك تعرف اكتر عن المنحه دي. اكبرهم المنصه ذات نفسها بتاع المنحه. هي حرفيا المنصه ما فيش اي حاجه وسابتها ما اتكلمتش عنها. عندك بقى منصات مثلا زي كورة او منصات تانية بيبقى فيها مثلا سؤال بالاجابه. اي سؤال انت بتتخيله الناس تبقى مجاوبه عليه هناك عن منح او اي حاجه تانية في الحياه. عندك فيديوهات واكونتات على لينكدين وعلى فيسبوك وصناع محتوى بيكونوا اتخرجوا من المنحه دي واستفادوا منها او تقدموا او قدموا واتقبلوا السنه دي او السنه اللي فاتت. بيتكلموا على كل حاجه بالتفصيل. تمام. وممكن يكون ان هما انا لسه مخلص الموضوع ده من قريب ففاكر كل حاجه فبتكلم عليه على طول. فكل ده هيفيدكم جدا. تقدروا واكتر حاجه بالنسبه لي شايفه ان هي هتفيد جدا تبداوا تشوفوا مثلا على لينكدين ده حاجه زي فيسبوك يا جماعه. بس بتعرض فيه نفسك، بتعرض فيه الانجازات بتاعتك. اتقبلت في المنحه، انا بدور على شغل وهكذا يعني. مش للترفيه قوي يعني. وطبعا اعتقد ان كلكم اغلبكم يعني على سابق علم بيه يعني. فهناك اغلب الناس اللي بتكون قدمت على الUWC واتقبلت او اتخرجت منها بتكون بعدها وبتكون مثلا مستعمله هاشتاجز يعني الUWC او ان هو I got accepted او ايا كان. انتوا ابحثوا بالكلمات المفتاحيه بتاعه الناس اللي اتقبلت في المنحه دي وشوفوا الاكونتات بتاعتها. اكتبوا لهم كومنت، ابعتوا لهم مسج على السؤال اللي عندك. بس طبعا بعد ما تكون بحثت عنه يعني ولقيت ان ملوش اجابه يعني. وطبعا في سيشنز كتير تانية كتير قوي بتكون على الموضوع ده وانا هبقى متاحه طول الوقت. لو اي حد عنده اي سؤال برضو يقدر ان هو يتواصل معايا. وبرضو جلوبال جيترز برضو متاحه لو في اي سؤال تتواصلوا معاهم. ففي مصادر كتير جدا. شوفوا السؤال اللي عندكم، لو ما لقيتوش انتوا الاجابه لوحدكم ابداوا اسالوا عليه. ففي جزئيه بقى ان هو كذا سؤال جه في الفورم عن الحياه بتبقى عامله ازاي واحنا هناك. اعتقد الشخص اللي يقدر ان هو يفيدكم في الحته دي اللي لسه متخرج من المنحه او حاليا بيحضر في المنحه. فاجابه للسؤال ده انا كنت هجاوب عليه لسه يعني بعد شويه، بس اجابه ليه من دلوقتي. ابحثوا عن الناس اللي اتقبلت في المنحه دي وتواصلوا معاهم. وصدقوني الناس دي يعني ممكن يكون الاغلب وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم يعني حابين ان هم يساعدوا الغير يعني. بس انا كده اتكلمت على شروط التقديم ونصائح للتقديم والتقديم بيبقى عامل ازاي. كان نفسي اطول فيه اكتر وطبعا امشي ستيب باي ستيب في التقديم، بس ده هياخد وقت طويل جدا. فهحاول برضو لو هيبقى متاح تحت في الوصفه هحط فيديو التقديم بالتفصيل بكل سؤال بيبقى مطلوب منك انك تقول ايه او افكار انك تقول ايه في الاسئله دي. وطبعا في بعض الاسئله بيبقى مثلا والله هات رقم البريد بتاعك او ايا كان كده. بمشي معاكم وبقول لكم بتجيبوا الحاجات دي منين. تمام. فممكن ده يبقى موجود تحت في الوصف يعني. بس في بقى كنت ناوية دلوقتي اتكلم على اسئلة جات لي كتير جدا لما جيت اتكلم على الموضوع ده عندي على القناة. واسئلة جت من الناس اللي هي سألت في الفورم اللي كانت محطوطة في بوست بتاع السيشن. تمام. فهم 15 سؤال هتكلم فيهم بسرعة جدا، هيخلصوا بسرعة جدا واصلا تقريبا جاوبت على اغلبهم وانا بشرح من شوية. وبعد كده على طول هنبدأ في فقرة كل واحد يسأل السؤال اللي هو عايزه. تمام. من الأسئلة المتكررة كتير جدا. تمام. وقبل يعني الأسئلة اللي أنا هقولها دلوقتي مش هي اللي موجودة على الويب سايت. يعني الويب سايت فيه خانة كاملة مكتوب فيها frequently asked questions. بس افتحوا الخانة دي شوفوا الأسئلة اللي الناس سألاها كتير قوي والإجابة بتاعتها. تمام. أنا بقى في بعض منها أنا حطاه وفي كمان زيادة حطيته. أول سؤال من الأسئلة اللي أنا لقيت ناس كتير قوي بتسألها: هل المدارس دي بتضمن إني أروح الجامعة بمنحة؟ لأ. المدارس دي هي فقط
منحه الدراسه الثانويه. تمام، يعني انا بديك منحه، بمول لك انك تروح تدرس في جامعه من الجامعات. على فكره، ان شاء الله برضو هبقى حاطه صوره فيها المدارس دي الاماكن بتاعتها فين في العالم، يعني الدول اللي المدارس دي موجوده فيها. وهتبقى برضو يعني كل ده هيبقى متجمع في لينك درايف واحد، تقدروا تشوفوا الحاجه اللي انتوا عايزينها وتفتحوها على طول يعني، عشان بس انا مش فاكره الاماكن دلوقتي. فالمنح دي مجرد انها بتديك منحه او فرصه انها تدفع لك فلوس، يا اما فلوس بتساعدك في الفلوس او بتدفع لك الفلوس كلها انك تدرس منهج البكالوريا الدولي في احد الجامعات الثانويه الموجوده بره. تمام، بس هي ما تقدرش انها تضمن لك ان انت تروح بعد كده جامعه منحه في جامعه بره او حاجه، يعني الشهاده بتاعتها معترف بيها في الدوله بتاعتك. فانت لو انت حابب بعد كده تقدم على منحه بره في اي جامعه موجوده بره مصر، عادي مفيش مشكله، هم معترفين بالشهاده دي. حابب انك تقدم في جامعه موجوده في مصر، برضو مفيش مشكله، الجامعات في مصر الحكوميه معترفين بالشهاده دي. فده بالنسبه للسؤال. تاني سؤال، هل انا بختار الروم ميت؟ السؤال ده تاني الاجابه بتاعته زي ما قلت، انت الروم ميت ده يعني انه انت هناك في السكن في الجامعه بتكون انت وشخص كمان، يعني في الاوضه بيكون في شخصين. تمام، انا الصراحه ما اعرفش فعلا هل انت تقدر انك تختار الشخص ولا على اساس ايه بينتج ان انت يعني بيقسموا ازاي الدنيا. لكن زي ما قلت، افضل طريقه انكم تعرفوا عن الموضوع ده انكم تتواصلوا مع ناس اتخرجوا. تمام، وانا باذن الله يعني او يعني طبعا لو قدرت ان انا اتواصل مع حد فعلا اتخرج وانا اقدر ان انا اتواصل مع حد، يعني هعرف عنه المعلومات دي هجاوب عليكم على طول. تمام، ايا كان في كومنتات او في اي حاجه. في ايه كمان، في فيديوهات اصلا نازله ناس اتخرجت واتكلمت على كل حاجه هناك، السكن الدنيا بتبقى عامله ازاي، اليوم الدراسي بيبقى عامل ازاي، الانشطه وكل حاجه متكلمين بالتفصيل عن كل حاجه هناك. فدي برضو انصح ان الشخص يشوفها، انتوا بس ابحثوا عنها هتلاقوها، بس برضو هيبقى متاح لينكات في الوصف يعني. تمام، طيب ثالث سؤال، هل لو انا مدرسه فني او صنايع او ستيم او ازهري، هل ينفع ان انا اقدم؟ انا جاوبت على السؤال ده في الاول خالص، عادي انك تقدم، مش فارقه ابدا نوع الثانويه اللي انت بتحضرها في بلدك، اهم حاجه ان يبقى معاك شهاده اتمام ثالثه اعدادي. وده بيجيبنا للسؤال اللي بعده، السؤال الرابع، هل لازم اكون جايب مجموع معين في ثالثه اعدادي عشان اقدم؟ لا، اهم حاجه شهاده انك نجحت في السنه دي، مش لازم تكون جايب درجه معينه. تمام، انا شايفه الصراحه المنحه دي يعني الشروط بتاعتها سهله جدا، ولا حتى محتاج شرط يعني اثبات لغه. تمام، فهي فرصه حلوه جدا اي حد ان هو يستغلها، بس الفكره كلها في انك تعرف انك تصيغ كلامك، انك تبين ليهم انك الشخص متفصل للمنحه دي، وان شاء الله الدنيا هتبقى حلوه. يعني انا شايف الموضوع هيبقى سهل يعني، باذن الله باذن الله. وخاصه ان شات جي بي تي موجود، فهيبقى حاجه حلوه، بس زي ما قلت محدش يستعين بيه عشان يكتب له الحاجه. حتى لو انت هتقول له كل حاجه، كل النقط اللي انت عايز تذكرها وتقول له اكتب انت الاجابه، بلاش. الاي اي ديتكتورز يا جماعه، اللي هو المكتشفين الذكاء الصناعي. اوكي، في سؤال 5، هل انا هختار مكان المدرسه اللي انا هروحها، يعني هختار انهي دوله اروحها؟ انت وانت بتقدم عندك اوبشن انك تحط الرغبات بتاعتك، انا عايز المدرسه دي والمدرسه دي والمدرسه دي، بس في الاخر هم بيختاروا انهي الانسب. يعني زي ما قلت كل جامعه بيبقى فيها كل مدرسه بيبقى فيها نسبه معينه من التمويل، فانت ممكن تتقبل في تمويل كامل يعني تمويل كلي. تمام، فول فاينانشال ايد، فبالتالي بتروح المدارس اللي فيها كده. في مدارس زي ما قلت بيبقى بنسبه معينه، فانت لو انت اتقبلت مثلا بتمويل جزئي بتروح المدارس دي. تمام، يعني في الاخر القرار بيبقى ليهم، بس انت يعني ليك الاوبشن انك انت تحدد الرغبات بتاعتك يعني. وطبعا ده بيبقى على اساس كذا حاجه، ممكن تختار مثلا انا عايزه المدرسه اللي موجوده في الدوله الفلانيه عشان انا حد من عيلتي ساكن هناك، او انا اعرف اللغه اللي بيتكلموها في الدوله دي. ف انت على اساس كده يعني بتقدر انك تحدد الرغبات بتاعتك يعني. طيب سؤال 6، ايه هو المنهج اللي هندرسه والمواد وهكذا؟ بالنسبه للجزئيه دي انا كمان عايزه ازود عليها حته، بس يعني بالنسبه للمنهج والمواد اللي انتوا تدرسوها وهكذا، ده طبعا يطول شرحه، تقدروا بس على جوجل تبحثوا عن المنهج الدولي، المنهج البكالوريا الدولي. واصلا تاني على منصه UWC حاطين لينكات كل مدرسه من المدارس الموجوده، وفي اللينكات المدرسه دي
موضحين المواد اللي انتوا هتدرسوها ازاي بيدرسوها لك، موضحين اكتر عن نظام التصحيح، نظام الامتحانات، نظام كل حاجه موضحين على منصات المدارس ذات نفسها. وبالنسبه للمصاريف، بالنسبه لكل مدرسه من المدارس دي المصاريف بتختلف، تمام. وطبعا المصاريف بتكون بعمله الدوله اللي المدرسه دي موجوده فيها. وزي ما قلت موضوع المصاريف ده بيتحدد بعد اصلا ما بينتهي التصفيات وبيتم اختيار الناس المقبوله اساسا يعني. فانت لو حابب تعرف اكتر عن المصاريف وكل حاجه ليها علاقه بالمصاريف يعني تبع مدارس اليو دبليو سي، يفضل انك برضو تدخل على منصه اليو دبليو سي، والمنصه موفره لينكات للمدارس دي، انت تقدر تدخل وتشوف اكتر، تفهم اكتر عن الموضوع ده. اوكي، بس ممكن انتربت في حاجه بسيطه، يعني ممكن بس حتى ناخد بريف بسيط عن النظام التعليم ذات نفسه، يعني مش لازم ناخد كل حاجه، يعني لو حتى بس عناوين بحيث ان اللي بيسمع يكون فاهم حتى هو النظام هيكون ايه حتى من بره قبل ما يقرا عنه اكتر، يعني حتى بريف بسيط خالص. حاضر، ممكن انتقل لهنا. ده كان في سؤال جاي بيتكلم فيه ايه الفرق بين او انهي احسن، افريكان ليدرشيب اكاديمي ولا اليو دبليو سي. هنلاقي ان هنا كان في حد رادد على السؤال ده. انا فعلا ما عنديش معلومات كتير جدا على الاي ال اي، بس من الحاجات اللي انا اكتشفتها او فهمتها من الاجابات اللي هو قالها، كل واحده فيهم ليها تركيز مختلف في جزئيه التدريس، تمام. بس انا مش هدخل دلوقتي في الفرق بينهم، بس يعني بالنسبه للتدريس زي ما قلت الهدف الرئيسي بتاع اليو دبليو سي انهم يوحدوا الامم والثقافات، فبيقدروا ان هم يدرسوا لك المنهج في السياق ده. يعني مثلا لو في مثلا موضوعات هتدرسها هتبقى تبع الموضوع ده، هتبقى ليها علاقه اكتر بالكروس كالتشرال كوميونيكيشن، او ان انت تقدر انك تفهم اكتر عن الثقافات المختلفه، تتعامل معاهم بطريقه صحيحه وهكذا. هنلاقي من الحاجات المكتوبه ان الافريكان ليدرشيب اكاديمي بتبقى معتمده اكتر مثلا عن ان هم يعملوا ايفنتات، ان هم يعملوا انشطه اكتر ليها علاقه، طبعا انت بتخرج منها باستفاده، ماشي. وده مش بيكون موجود بكثره في اليو دبليو سي، تمام، او ممكن تبقى موجوده برضو في اليو دبليو سي، بس التوبكس او المواضيع بتاعه الايفنتات دي وهكذا بتبقى مختلفه. انا الصراحه مش عايزه افتي ابدا واقول لكم ان هي هتكون التدريس بتاعها بيكون زي مثلا مدارس ستيم بروجكت بيزد، عشان انا مش عارفه فعلا، انا فعلا ما دخلتش في التفاصيل دي يعني، وبعتذر عن ان انا ما كنتش مرتبه حاجه للجزئيه دي. بس اللي انا فهمته ان هي مش بس بيكون ان انا بشرح لك الحاجه، ومش بس بتكون امتحانات، بيبقى مترتب عليها حاجات تانية واكثرها انشطه، تمام. وده اللي فعلا بيحاول بيحصل دلوقتي في مدارس في مصر، اللي هو يلا عايزين كل سنه الطلاب يعملوا ابحاث، بيخلوا الحاجات اللي هم استفادوها في المنهج الدراسي بيطبقوها في حاجات تانية غير الدراسه غير الامتحانات. ده اللي انا اقدر اقوله الصراحه، وبعتذر تاني اني ما كنتش يعني ما اعرفش قوي على الجزئيه دي يعني. خلصت الاجابه. المهم ادخل على السؤال اللي بعده ولا اوكي اوكي ماشي. سؤال 7، هل هيبقى في كليات معينة فقط أقدر إن أنا أقدم عليها؟ سؤال هقول حاجة بس عشان حسب الذنب. أنا هكتب بس تخلص السيشن، هكتب بالتفصيل، أحاول فعلا أبحث عن الموضوع ده وأكتب أكتر عن الموضوع ده ونظام التعليم وبيتبعوا إيه وكل حاجة. وبرضه هستأذن مصطفى لو ينفع إن هو يحطه في الوصف، أو أنا هبقى أحطه ككومنت لو حد حابب إن هو يقرأه، عشان كان المفروض إن أنا أعرف عنها يعني. تمام. طيب بالنسبة لسؤال 7، هل هيبقى في كليات معينة فقط أقدر إن أنا أقدم عليها؟ وبقول كليات مش جامعات، تمام. الجامعة بيبقى جواها كلية يعني مثلا هل هيبقى متاح ليا بس كليات هندسة، أو كليات مثلا زي ما احنا بنقول كليات علمي علوم، أو كليات علمي رياضة فقط، أو كليات أدبي فقط؟ لا، تمام. يعني انت مش محصور في عدد معين من الكليات، انت متاح ليك كل الكليات. يعني هي مثلا مش حاجه زي ستيم، فبالتالي ستيم لا، انت متاح ليك الكليات اللي محتاجه اللي انت اصلا دارس لها الاربع مواد دول. لا، هي عادي انت متاح لك كل الكليات زي ما قلت، تمام، عشان انت مش بتدرس عدد مواد معين فقط، انت بتدرس المواد عادي كلها، تمام. يعني لو حابب تدخل كليات مثلا طبيه، حابب تدخل كليات ادبيه، حابب تخش كليات علميه مثلا، يعني كليات زي هندسه وكده يعني،
عادي مفيش مشكله. بالنسبه لسؤال 8 وده كان من الاسئله اللي موجوده في الفورم، ازاي اقنع اهلي؟ في الجزئيه دي ده محتاج شغل ومجهود كبير، بس هيبقى سهل باذن الله يعني. والموضوع كله بيتحل بالمنطق. اول حاجه عادي اهلك كده قدامك، وضحي لهم ايه يعني. اولا قبل ما توضحي ان انا هستفيد هناك اكتر ما بستفيد هنا وكل ده، لا لا، وضحي بالظبط انت ايه الهدف بتاعك اصلا بعد ما او بتاعك الشخص اللي انا بكلمه، ايه الهدف اللي انت عايز توصل له بعد ما تخلص جامعه، تمام؟ وازاي التعليم اللي انت هتستفيده من المدارس دي هيفيدك انك تحقق انجاز او استفاده كبرى، او يعني انجاز اكبر في المجال ده، يعني نتيجه انك تحضر المنهج ده، تمام؟ ازاي يعني ازاي انك تتقبل في المنحه وتاخدها وتتخرج منها هيساهم في نجاحك بعد كده. ازاي بالتفصيل بقى، ان هو ده هناك انا بدرس كذا وكذا وكذا، وبالتالي لما بدرس كذا وكذا ببقى ممكن ابقى متميز غير اللي معايا، هبقى عندي معلومات اكتر منه، هبقى طبقت الموضوع اكتر منه. لو مثلا دخلت في شغلانه وبقدم عليها، او فتحت بيزنس وبقدم عليه وبتناقش مع مستثمرين، انا هبقى فاهم اكتر عن شغله مثلا، او هبقى قادر ان انا اوصل اللي انا عايزه اقوله ليه اكتر، عكس اللي هيبقى ضدي مثلا. وطبعا وضح جدا انك فعلا مهتم بالمنحه دي، وضح جدا انك عملت البحث بتاعك، جبت كل الاجابات لكل الاسئله اللي ممكن اهلك يسالوك عنها. آم، ابدا حاجه تانية بقى اللي هتفرق جدا، ابدا وريهم ناس راحت هناك. لو انت بنت فعلا والموضوع ده بيقابل بنات اكتر، في بنات محجبات كتير جدا راحوا اتخرجوا من المنح دي وبعدين بيتكلموا عن الموضوع ده على يوتيوب، تمام؟ متكلمين اليوم بيبقى عامل ازاي، متكلمين اكتر ازاي اهلهم وافقوا، متكلمين اكتر محجبين، تمام؟ ومش قصدي ان انا بفرق بينهم، بس قصدي ان هم مثلا ما راحوش لقوا نفسهم بيقلعوا الحجاب خلاص ما بقوش يصلوا او ايا كان الحاجه يعني ممكن الاهل يبقوا خايفين منها. ايوه، المدرسه ما خلتهمش يتخلوا عن مبادئهم عادي. فبالظبط يعني اصلا من المدرسه دي اصلا زي ما قلت هي ناويه او هدفها توحيد الثقافات والامم، ان هم انت ثقافتك كذا انا بحترمها وما اقدرش ان انا اغيرك فيها اي حاجه، تمام؟ ده بالنسبه ان هم تعاملهم مع المسلمين وهكذا. غير كده ابداي ابحثي اكتر، طبعا في جزء كده موضحينه برضو في المنصه على بتاعه UWC عن ازاي بيضمنوا سلامه الطالب، تمام؟ ازاي بيضمنوها. مثلا والله مثلا يعني مثال، انا لما كنت بقدم مثلا على منحه تيجرز، او كنت بفكر ان انا اقنع بابا على مدارس تم، بدات ابحث دي مدارس داخليه ده، او فيها سفر، او فيها كذا او فيها كذا، ازاي اضمن سلامتي؟ هنا لقيتهم حاطين مثلا اليوم بيبقى ماشي ازاي، بيناموا امتى، بيصحوا امتى، بيبقى فيه مشرفين مش عارفه كام ساعه، بيحصل ايه، الاكل بيبقى عامل ازاي، مين اللي بيعمل الاكل، بيبقوا موفرين المعلومات دي عشان الاهل يطمنوا، تمام؟ فالمنحه دي موفره الموضوع ده عندها في المنصه، وهتلاقوا لينك المنصه زي ما قلت، بس تبحثوا على جوجل هيطلع لكم على طول. فده بالنسبه ازاي تقدري انك تقنعي اهلك، تمام؟ وطبعا كل واحد وشطارته، كل واحد عارف اهله اللي ممكن يقنعهم، وده المفروض يكون على اساس خبره. فايا كان حتى لو في مواقف صغيره، شوف اهلك إيه اللي بيخليهم يوافقوا، ابدا اجيب لهم. نشوف مثلا حد في عيلتك سافر قبل كده، خده كمثال، وهكذا يعني، تمام؟ طيب السؤال التاسع، لو انا اتولدت في تاريخ قريب قوي من التاريخ اللي موجود في شرط السن، بس اتولدت يعني مش بين التاريخ ده، يعني اتولدت قبله او بعده، يعني انا دلوقتي في الاول قلت في شروط السن ان انت المفروض تتولد بين التاريخ ده والتاريخ ده، 31 ديسمبر، لحظه، 31 ديسمبر 2009 و31 5 2007. ولو انت بقى مولود قبل التاريخ ده بكام يوم او بعد التاريخ بكام يوم مثلا، في حل للموضوع ده. تقدر ان انت تاخد انك تتواصل مع من المنحه ذات نفسها وتبعت لهم، يعني طبعا تبعت لهم الموقف بتاعك، وبعد كده تبدا انك تحط كمان شهاده الولاده بتاعتك، وهم هيبعتوا لك ورقه استثناء وتقدر انك ترفعها. ورقه استثناء ان هو انت عادي تقدم وانت ايوه ما بتتوافقش جدا مع شرط السن ده، وكذا حد عملها وهم بيردوا فعلا. هتلاقوا طريقه التواصل معاهم موجوده على هتلاقوا المنصه بتاعتهم برضو متاح عليها الايميل بتاع التواصل معاهم، فالتواصل معاهم يعني باذن الله هيبقى سهل يعني، تمام؟ وفي كذا حد عمل الموضوع، يعني هو مش حاجه صعب ان هم يردوا عليها يعني. قربنا نخلص الاسئله دي يعني، بعد كده نفتح اي حد عايز يسال. السؤال العاشر، لو انا في ثالثه ثانوي هل ينفع اقدم؟ دي اول حاجه قلتها خالص، مش هينفع انك تقدم للاسف.
ليه؟ عشان انت لازما عشان تتخرج ويبقى معاك الشهاده بتاعه البكالوريا الدوليه لازم تكون حضرت السنتين، تحضر سنتين اولى وثانيه ثانوي، ثانيه وثالثه ثانوي لازم تكون حاضرهم هناك. فانت لو انت في اولى ثانوي عادي بتقدم وبتتقبل وبتروح تحضر ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، تمام. لو انت في ثانيه بتقدم ولو اتقبلت بتعيد ثانيه ثانوي هناك وبتكمل ثالثه ثانوي. فانت لو انت في ثالثه ما تقدرش انك تقدم. طب سؤال 11، هل كل الاسئله المقالي، هل كل الاسئله المطلوب اجابتها في التقديم مطلوب اجابتها بالانجليزي؟ في بعض الاسئله عادي انك تجاوبها بالعربي، بس بيبقى قايل بوضوح قوي 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 قوي، يعني هو بيبقى قايل جنب السؤال اللي انت ممكن تجاوب عليه بالعربي ان انت ممكن تجاوب بلغتك الام عادي جدا. بس باقي الاسئله طول ما السؤال مش مكتوب جنبه ان هو مسموح انك تكتب بلغتك الام، اكتب بالانجلش. هو الاساسي تكتب بالانجلش. حابب انك تكتب باقي الاسئله اللي هي مكتوب جنبها بين قوسين ممكن انك تجاوب بلغتك الام باللغه بتاعتك، تمام. حابب انك تجاوب بالانجلش، تمام برضه، تمام. طيب السؤال 12، هل بدفع فلوس عشان اقدم؟ لا، ما فيش اي، ولا بتدفع فلوس عشان الانترفيو ولا بتدفع فلوس عشان التقديم، ما فيش اي فلوس بتدفعها وفي رحله التقديم خالص يعني. سؤال 13، مصاريف المدارس والسكن والاكل والشرب، كل ده لو انت حصلت على تمويل كامل او منحه كامله، تمام، تمويل كامل، هم بيتكفلوا بكل ده. بالعكس كمان بيبقى فيه راتب شهري للطالب يعني. ولو في تمويل جزئي زي ما قلت بيبقى في نقاش مع العائله والطالب اللي اتقبل ده على موضوع التمويل الجزئي ده هيكون بيغطي ايه والنسبه بتاعته وهكذا، تمام. وطبعا الراتب الشهري بتاع كل طالب ده هيبقى برضو بيقاس على المستوى المادي بتاع الشخص اللي اتقبل ده. سؤال 14، لو رفعت ملف وطلع غلط هل اقدر اعدل عليه؟ يعني انا مثلا المفروض احط شهاده معينه وبالغلط رفعت ملف غلط غير الشهاده اللي هم عايزينها، وبعد كده عملت سبميت ويعني بعت الابلكيشن وخلاص. هل اقدر ان انا بعد كده اغير في حاجه في الابلكيشن؟ انت لوحدك ما تقدرش تغير، تمام، بس تقدر انك برضو تتواصل معاهم وهما بعد كده هيسمحوا لك انك تغير في الابلكيشن. من غير ما هما يسمحوا ليك انت مش هتقدر اصلا يعني. بس فانت زي ما قلت تقدر انك تتواصل معاهم بالايميل اللي هو هم هيبقوا حاطينه في المنصه بتاعتهم. واخر سؤال، ايه الفرق بين الافريكان ليدرشيب اكاديمي واليو دبليو سي؟ انهي احسن فيهم؟ في في السلايد او مش السلايد يعني الصوره اللي انا حطاها دلوقتي واحد كان بيتكلم اكتر عنها. UWC emphasizes cultural diversity and exploration much more than ALA. بصوا اختصارا لاول نقطه، اليو دبليو سي هي موجوده في دول كتير جدا، تمام، ومش دول مركزه في حته معينه. يعني انا مش قايل لك دول بس المدارس دي موجوده بس في اسيا او المدارس دي موجوده بس في اوروبا، هي موجوده في اماكن كتير جدا، تمام. وبقبل من 140 دوله. 140 دوله ممكن تقدم يعني عادي تلاقي معاك ثقافات مختلفه جدا. لكن في الافريكان ليدرشيب اكاديمي هتلاقي لا، انت عندك اللي موجودين في قاره افريقيا فقط يعني. والمدارس بتكون هي تقريبا في برضه هنلاقي من الحاجات الموجوده ان ايوه النقطه دي اول اللي هي فوق خالص، ان منحه بتاعت افريكان ليدرشيب اكاديمي تقريبا بتكون هو حرم واحد وبس بتكون موجود فيه، تمام. يعني هو بتكون زي مدرسه واحده فقط وبيبقى الناس موجوده فيها يعني. انما اليو دبليو سي زي ما قلت هم 16 مدرسه. طيب حاجه تانية بالنسبه للدراسه فيها او الدنيا هناك بتبقى عامله ازاي. اهتمام الافريكان ليدرشيب اكاديمي غير اهتمام اليو دبليو سي. الهدف الرئيسي بتاع منحه يو دبليو سي او مدارس العالم المتحده ان هو زي ما قلت انهم يوحدوا بين الامم وبين الثقافات، فهم بالتالي بيركزوا اكتر عن الايفنتات والانشطه الثقافيه اكتر من اي حاجه تانية، تمام. لكن الافريكان ليدرشيب اكاديمي من اسمها هي مهتمه اكتر بصفه بصفه قياديه، ان انا بنمي عندك المهاره دي. انا عايزاك اصلا تكون عندك صفه قياديه، تمام، وتعالى انا هنميها لك واخليك انك تطبقها في حاجات كتير جدا. فهي ده اهتمام وده اهتمام تاني، تمام. والاثنين المنحتين، تمام، او المدرستين بيوفروا ليك فرصه انك تعمل كونكشن او انك تتعرف على ناس حلوه جدا. كل ما تعرف ناس فعلا اتقبلوا في حاجه حلوه زي كده وكان عندهم القابليه او عندهم الصفات فعلا اللي تخليهم تتقبل في الحاجات دي، او عندهم الخبرات اللي تخليهم يتقبلوا في الحاجات دي، ده افاده ليك.
انت بعد كده لو احتجت تعمل اي حاجه هتلاقي شخص يساعدك، هتلاقي شخص عارف شخص يقدر يساعدك، هتقدر انك تستفيد منه عامه في محادثاتك اليوميه. فدي حاجه النتورك. تمام. والاثنين بيتبعوا نفس المنهج عادي جدا. تمام. بس زي ما قلت ممكن المواضيع بتختلف، ان ده مهتم اكتر بثقافه وده مهتم اكتر بالصفات القياديه يعني. تمام. انا بالنسبه لي بقى لو حد قدامي بيقول لي اقدم على ده ولا اقدم على ده، انا اقول له اقدم على الاثنين. تمام. انا شايفه ان الاثنين فرصتين كويسين جدا. تمام. ولو اهلك موافقين ولو انت موافق يعني تمام مع كل الشروط، يفضل انك تقدم على الاثنين. واصلا جلوب جيترز كانوا متكلمين قبل كده في سيشن قبل كده عن المنحه بتاعه افريكان ليدرشيب اكاديمي. يعني ارجح او يعني انصح انكم تبصوا عليها بصه وتعرفوا اكتر عن المنحه. حلوه جدا، الاثنين حلوين جدا. انا دايما لما ببحث عن يو دبليو سي بلاقي دايما لازق معاها اي ال اي. شوفوا انتوا بقى في ايديكم انكم تقدموا على الاثنين، فبالتالي بيزيد فرصه انكم تتقبلوا في واحده منهم. تمام. فلو حد سالني السؤال ده انا بنصحه ان هو يقدم على الاثنين عادي جدا. بس دي كانت كل الاسئله اللي موجوده معايا. طيب اوكي تمام، انا هفتح الشات بحيث لو اي حد حابب ان هو يحط سؤال او كده. اوكي انا هفتح دلوقتي عشان كمان. انا عمري 16، خلصت من ثالث متوسط، اقدر اقدم. يعني انت خلصتي ثالثه اعدادي صح؟ ثالث متوسط يعني ثالثه اعدادي. هو لازم تكوني مخلصه اولى ثانوي. خلصي اولى ثانوي وقدمي عشان تحضري تانية ثانوي وثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي ما ينفعش، لازم تكوني يا اما في اولى ثانوي او تانية ثانوي عشان تقدمي. اقناع الاهل. اوكي حاضر. اوكي لحظه، مش محتاجه ورقه، انا حافظه فاكراها. اوكي. تاني، انا لما جيت احب اقنع حد من اهلي او بابا مثلا ان انا مثلا في منحه لو اتقبلت فيها انا عايزه اسافرها فعلا، الفرصه دي بالنسبه لي حلوه جدا وهتفيدني جدا. حتى لو كان سمر بروجرام، حتى لو كان مثلا سفر شهر او مثلا سفر بعد كده جامعه، او مثلا سفر مدرسه ثانويه زي اليو دبليو سي او اي ال اي. ازاي اقنعه؟ اوضح له بالظبط المنحه دي هتفيدني في ايه. انا دلوقتي عايزه اعمل الحاجه الفلانيه، وفعلا احضر كورسات فيها كتير جدا، بدات اتطوع واشتغل في حاجات تبعها كتير جدا، بدات ان انا اتكلم عنها كتير وبدات ان انا اجمع ناس اعرفهم مهتمين بالحاجه دي كمان، بدات اشتغل على حاجات ليها علاقه بالموضوع ده. وانا شايفه ان الفرصه دي هتفيدني ان انا اعرف ناس اكتر واكتر يفيدوني اكتر، واحصل على تعليم فعلا مناسب مع كميه الشغف والرغبه بتاعتي او الفضول بتاعي على التعلم اكتر. وانا فعلا قادره ان انا اذاكر في المنهج ده وان انا اتفوق فيه واجيب فيه درجه كويسه. فانا محتاجه المنحه دي مثلا. طيب بالنسبه للامان، انا عارفه ان انت يا بابا مثلا ممكن تكون قلقان مثلا انه الدنيا ممكن هناك ما تكونش امان او كذا. انا متاح ليك دلوقتي، هبعت لك مثلا يا بابا لينك، او تعالى انا وانت نقرا مثلا البي دي اف اللي المنحه دي حطاه، كاتبين فيه بالظبط ازاي هم بيوفروا الامان للطلاب بتوعهم. تمام. ده انا كمان مش هوريك بس الكلام ده، انا كمان هوريك ناس راحت هناك واتخرجت وعايشين هناك والدنيا ماشيه ازاي معاهم، اليوم الدراسي بيبقى عامل ازاي. وشوف البنات دي ما شاء الله عليهم، اهلهم وافقوا ان هم يروحوا، وازاي هم ليه اهلهم كانوا بيفكروا ايه لما وافقوا. ده كانوا بيفكروا في الحاجه فلانيه وفلانيه فبالتالي وافقوا، وهكذا. وبالتالي يا بابا وكمان يا بابا مثلا مقارنه، انا دلوقتي لو انا رحت هناك وكملت دراستي هناك، ده هيفيدني اكتر بسبب مثلا ان التعليم هنا يا بابا، التعليم هنا كويس وجميل وفعلا هيفيدني، بس اللي انا مهتمه بيه يعني هيفيدني اكتر لو رحت بره. التعليم هناك بره دسم اكتر، بيتطبق التعليم ده باشكال مختلفه اكتر، وكذا حاجه بيبقى في كذا نقطه ممكن انك تتكلمي فيها. طيب هي مثلا البرامج اللي اقدر اتطوع فيها وكده عشان اعرف احطها في الابلكيشن. في حاجات تطوع بيبقى مثلا لو في مثلا ايفنت شغال ممكن انك تروحي تتطوعي عادي جدا تساعدي. في جروبات على فيسبوك كتير جدا وعلى تليجرام كتيره جدا، كل ما في حاجه قريبه بتفتح بيحطوا مثلا يا جماعه لو حد حابب يتطوع يحط. واغلب حاجات التطوع مش لازم يكون عندك خبره فيها، فدي بتبقى حاجه حلوه يعني. في بعض الحاجات بقى تطوع مثلا بيكون مثلا في مبادرة شغالة أو حاجة أنت حابب إنك تساعد في حاجة معينة، مثلا أنت حابب إنك تشتغل هناك مثلا إنك تبقى content writer مثلا، أو إنك تبقى مثلا شخص researcher مثلا، أو تكون مسؤول عن
حاجة معينة موجودة مثلًا في المبادرة دي، مسؤول مثلًا إنك تعرّف الناس على المبادرة دي وهكذا، تقدر تتطوّع. فدي حاجة حلوة برضه، بس طبعًا أغلب الأوقات لمّا بتبقى في حاجة متخصصة أكتر بشغلانة معينة أنت هتقوم بيها، فبالتالي بيبقى ممكن يبقى في interview، ممكن يبقى الأسئلة أكتر، بس فعلًا بتبقى حلوة وفرصة جميلة جدًا كمان إنك تشتغل مع ناس في نفس المجال اللي أنت حابب إنك تشتغل فيه تعرف عنهم أكتر يعني. طيب ممكن ماشي، موجود مدرسة داخلية غيرها؟ هو في طبعًا في منح تانية كتير، في مثلًا باين global think school دي موجودة، بس أنا بصراحة ما أعرفش معلومات عنها، بس اللي أنا أعرفها إن تقريبًا كل ترم بتسافري دولة مختلفة، كذا حد طلب مني إن أنا أتكلم عليها وإن شاء الله قريب. في بقى زي ما قُلت الAfrican Leadership Academy، وهي UWC، وفي مدارس غيرهم، بس أنا بصراحة ما عنديش معلومات بأسمائهم يعني، بس تقدري دايمًا تسألي برضه ChatGPT يقول لِك لو في أي معلومة. وكمان هيبقى متاح على يوتيوب، كل حاجة متاحة على يوتيوب، منح للدراسة الثانوية مثلًا. طيب أنا لمّا باجي أحاول أقنعهم أو أقول لهم عامةً على فكرة، بيشوفوني إني مش مقدّرة اللي هم عملوه معايا وكل ده، وإزاي الفكرة إني أبعد عنه. وطبعًا عادي يعني أنا الفكرة دي بتبقى موجودة عند الكل، كل الأهل. تخيلي شخص أنا خلّفته وفضلت مربياه، أنا هابقى قلقانة عليه، وطبعًا الدنيا مش أمان أبدًا، خاصةً لو الشخص ده بنت، مش أمان أبدًا إن هو يسافر، حتى لو في دول مسلمة زي تركيا مش أمان. هي تركيا دولة مسلمة، بس أنا مش عارفة ده متقال علنًا والّا لأ. ف بيبقى في أفكار كتير جدًا هُم بيفكّروا فيها، الفكرة بس إن أنا ما اتجهش للزَّن، أنا مش هازِن، أنا هاقنعك بطريقة صحيحة، ومش هازِن بطريقة بايخة. يعني أنا مش كل شوية أقول لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، طب ليه لأ؟ أو أغضب، يعني هُم هيرفضوا مثلًا أول 5 مرات أكلمهم في الموضوع مثلًا، بس ما اتقمصش مثلًا، أو ما اتضايقش، أو ما اقعدش أعيط، أو ما اقعدش إن أنا أتضايق أوي لدرجة إن الكلام هيقلب خناق. ما ينفعش أبدًا، ده يعني خلّي بالك طويل جدًا وأنت بتقول لأهلك، أو لو أنتِ بتقولي لأهلِك، ودايمًا قابلهم بإثباتات، قابلهم بأدلة، قابلهم يعني بإن هو طيب بُص أنا هابقى قدّامك مثلًا لو أنت قلقان مثلًا إن أنا أروح وما حدش مثلًا مثال ده من الأمثلة اللي بابا كان قالق عليها مثلًا، إن أنت لو أنت قلقان مثلًا إن أنا ما التزمش في الصلاة أو ما التزمش في حاجة معيّنة لو أنا سافرت وما حدش، وأبقى أتشجّع مثلًا إن أنا ما اصلّيش، أو أضيّع صلاة مثلًا وما اكترثش بيها يعني، استغفر الله. طيب أنا هالتزم قدّامك يا سيدي أهو شوفني وتابعني. طب أنت لو أنت حابب أثبت لك الموضوع ده إزاي؟ وبعدين هو الموضوع ما لوش دعوة أنت موفّر لي إيه. يعني أنتِ بتقولي دلوقتي إن هُم بيبدأوا إن هُم يقولوا لِك على جزئية أنتِ مش مقدّرة اللي إحنا مقدّمينه لِك يعني، أو مش عارفة أنطقها. تقدري تقولي له أنا مقدّرة تمام، طول السنين ده أنت تعب في مثلًا اللي أنا باحب إن أنا أقوله لبابا مثلًا، أنت موفّر لي نت، موفّر لي أجهزة أقدر إن أنا أتعلّم عليها، موفّر لي بيئة، موفّر لي هدوء، موفّر لي كل ده، وأنا فعلًا قدرت إن أنا أستغل ده بالطريقة الصحيحة. وفعلًا في المدرسة مقارنةً بزمايلي مثلًا، أنا باستفيد فعلًا أكتر من زمايلي، باجيب الدرجات اللي تفرّحك، باجيب كل ده. فأنا فعلًا حاسة إن المدرسة دي أقدر إن أنا أتميّز فيها برضه واستفيد منها برضه، وأنت هتقدر تساعدني إنك توافق على الموضوع ده وإن أنا أروح. وأنا الله أعلم ممكن ما اتقبلش، وممكن إن أنا أتقبل، بس لو أنا اتقبلت فعلًا الفرصة دي هتفرق معايا، وفعلًا هيبقى مكان أقدر إن أنا فيه يعني أعرض خبراتي وأزوّد خبراتي وأفهم أكتر عن نفسي وعن الحاجات اللي أنا نفسي أشتغل فيها، أو المجالات أو الناس عامةً وثقافاتهم وهكذا يعني. أوكي، تقدري إنِّك توصّلي الموضوع ده بالشغل بتاعهم، تمام. لو باباكِ مثلًا عنده هو شركة، أو لو هو بيشتغل عادي يعني لو هو بيشتغل موظف في أيًا كانت شركة international أو شركة عادية، في أي حاجة، اربطي الموضوع ده بشغله. دايمًا الموضوع ده بينفع معايا جدًا. مثلًا أنا بابا بيشتغل في حتة، بابا ما شاء الله يا بابا الناس اللي أنا باشوفها بتعمل كذا وكذا وكذا، أنا نفسي أبقى زيّهم. تعرف إن المنحة اللي أنا حكيت لك عليها دي ناس كتير جدًا منها اتخرّجت وقدرت إنها تعمل كذا وكذا وكذا، ده شوف فلانة، شوف فلانة، تقدري إنِّك تورّيهم حاجات. أنا بالنسبة لي باعمل كده، أنا لمّا كنت عايزة أقدّم على STEM كنت باعمل كده، بس على فكرة ما قدّمتش عليها أصلًا. إيه تاني؟ يعني الموضوع ده ممكن يعني إن أنتِ تقدري تربطي ليهم حاجة هُم فعلًا ممكن يكونوا هُم شايفينها، ده هيفرق معاهم جدًا. إن هُم مثلًا في شغل يشوفوا شخص معاهم زميلهم بيتكلم مثلًا بلغة English حلوة جدًا، أو إن هو يقدر يتواصل مع ناس بطريقة كويسة جدًا، وهُم شايفين إن دي حاجة حلوة ونِفْسهم هُم كمان يتعلموا يبقوا زيه، ده
هيبقوا هما متحمسين ان هما يشوفوكي انت زي الشخص اللي عاجبهم في الشغل ده بينفع قوي مع بابا. ماشي. شوفي، انا من العراق، عندنا 3 سنوات ثانويه و3 سنوات اعداديه. انا خلاص 3 سنوات ثانويه، يعني مقبله على الاعداديه. انا مش عارفه صراحه، انا مش عارفه الجزئيه دي، أنا مش عارفه النظام صراحه في العراق. بس انا كان في مره كان في حد بيسالني برضو، كان من العراق. كان بيسال على موضوع التقديم والسن او كانت دوله تانية، يعني كان في 4 سنين في ثانوي. تمام. ففي الحته دي، عشان انا مش عارفه، يعني انا كل اللي انا عارفاه في مصر قوي اكتر يعني. المنصه بتاعه اليو دبليو سي، تقدروا بس على جوجل تكتبوا يو دبليو سي مثلا عراق. تمام. هكتبها برضو هنا بالانجلش. ماشي. وهيطلع لك على طول الشروط بتاعه الدوله دي. تمام. تقدري انك تبعتي لهم ايميل برضو تسالي اكتر عن الجزئيه. بصي، اعتقد انهم عندهم غيرنا، يعني على البنوته اللي من العراق، يعني هم مثلا ثانوي. انا متهيألي كده، انا فعلا مش عارفه على الموضوع العراق فعلا نظام الدراسه فين. بس زي ما قلت، انت تقدري تبعتي لهم. هقول لك حاجه، هتلاقي على يوتيوب برضو ناس بتتكلم عن الموضوع ده، من العراق ذات نفسهم. انا برضو لو لقيت حاجه ممكن ابقى متهيألي انت عندي على انستا، كلمتيني قبل كده، ممكن ابقى ابعت لك ان شاء الله يعني. ماشي. بس هو فعلا ممكن القوانين لو في نظام دراسه مختلف تختلف. يعني هو المنحه مش موجوده في مثلا في الدول اللي بره دي وحاطين الشروط تنفع على كله. هي المنحه ليها لجان في كل دوله. تمام. اوكي، بعتي لي تاني. طيب، بعتي لي تاني. سوري لو رديت متاخر. بس في اي سؤال تاني؟ المصاريف، ايوه. لو انت كنتي من ال6 اشخاص اللي اتقبلوا، من ال3 اشخاص اللي حصلوا على منحه مموله بالكامل، هتاخدي هم هيدفعوا كل حاجه. هيدفعوا فلوس السكن، انت هتعيشي في مكان هناك السكن تعيشي فيه. هيبقى فيه الاكل، هيبقى فيه الشرب، هيبقى فيه المواصلات، هيبقى فيه مصاريف الدراسه، وهيبقى فيه راتب شهري ليكي. لو انت كنت من ال6 اشخاص اللي اتقبلوا، بس هتاخدي يعني منحه تمويل جزئي، هيغطوا مصاريف معينة يعني، بس مش هيبقى كله. وطبعا هترتبوها مع بعض يعني في اللجنة اللي موجودة في الدولة بتاعتك. أي سؤال تاني؟ على إيه يا حبيبي؟ شكرا، عفوا. اوكي. اعتقد ان احنا كده السيشن بتاعتنا خلصت النهارده. شكرا جدا لك يا مريم على وقتك، وشكرا لكم كلكم يا شباب على انكم حضرتوا السيشن. فبس يعني اعتقد ان احنا خلصنا. عفوا. شكرا ليك.